انا شايف التداول ده هو سكند بيزنس، فانت ما ينفعش تكون بتعمل بيزنس تمشي فيه بشكل عشوائي، لازم تفهم فيه كل كبيره وصغيره. وتقبل الخساره قبل المكسب، وان انت ترجع في اوقات الخساره اوقات المكسب للعلم، ان انت تتعلم هو انت اللي كسبت ولا خسرت. ما ينفعش احط الرقم اللي انا ما اقدرش اتحمل خسارته. يعني انا مثلا من سنه ونص اسمع ان البيتكوين كان ب $15,000، النهارده تفتح ده ب $100,000. يا نهار اسود. انا في واحد شفته خسران، ولا مكسوف اقول يعني خسران $500,000. والله انت بتخش اليابان تاخد قرض بترجعه ناقص. لكن امريكا هي اكتر بلد في العالم مديونه. يعني احنا مع اسعار التضخم، مع اصل شركه ابو قير استحوذت على شركه مش عارف ايه، اصل السي او مشي، اصل السي او قعد، السهم بيطلع وينزل. البروفيت اللي انت كسبته ده جزء من راس المال بتاعك، خلاص ما بقاش بروفيت، لانه انت لو عملته ان هو بروفيت عمرك ما هتكسب. حياة البيزنس كلها أرقام ودايما فيها أسرار، هنعرفها سوا بكل تفاصيلها في بيزنس وذ مو بودكاست. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بيزنس وذ مو بودكاست. معاكم محمد علي، بيزنس ماركتنج كوتش. النهارده هنتكلم عن موضوع معروف قوي في الفترة اللي فاتت، موضوع فيه اختلافات كتير، في ناس كتير بتتكلم فيه، في ناس بتتكلم غلط، في ناس بتتكلم صح، سواء موضوع شائك. هنتكلم عن التريدينج، سواء في الفوركس، في الكريبتو، في الستوك ماركت، في أي حاجة من الحاجات دي. معايا النهارده حد انا اعرفه بقالي فتره طويله جدا. الحد ده هو علمني حاجات كتير، علم ناس كتير فكره التريدينج. هو يعتبر خبير بالنسبه لي واستشاري في الداي تريدينج او التريدينج ان جنرال. معانا ومعاكم النهارده اسلام جلهوم، فاوندر اوف ماستريت وورد داي تريدر. اسلام، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انت عامل ايه؟ انت معانا. والله انا اكتر. انا بص، انا عارف ان الحلقه دي ممكن ترفع عليها سكاكين كتير. ليه بس كده؟ بس من اكتر الحاجات اللي بيتميز بيها البودكاست عندنا ان احنا بنحاول نعلم الناس ونعلم الناس الصح. فدايما عندي حته انتقاء الناس اللي بيتكلموا في مواضيع شائكه زي مثلا موضوع التريدينج او الكلام ده كله مهم، وعشان كده انا جبتك. يعني طبعا شكرا، انا عارف ان انت معظم الوقت في دبي، والحمد لله الصدفه البحته ان انت موجود في مصر دلوقتي. فالحمد لله طبعا ان انت موجود معانا. طيب، مين هو اسلام جلهوم؟ البودكاست ده برعاية ويلز للاستشارات. بتدور على طريقة تخرج شركتك من الركود؟ ويلز للاستشارات شريكك لتطوير العمليات، تحسين الأداء، فتح أسواق جديدة. من زيادة الأرباح لطرح أسهم شركتك في البورصة، حلول دايما مبتكرة ونتائجها ملموسة. ويلز للاستشارات، دليلك للاستثمار الأفضل. لمعلومات أكتر شوف اللينك اللي موجود في الديسكريبشن. بص، يعني أنا شخص بسيط جدا، يعني درست في كلية تجارة جامعة عين شمس، ولما اتخرجت كنت حابب ان انا افهم اكتر في مجال الفاينانس ومجال الماركتينج، فحضرت كده ميني MBA صغيره كده. وبعد كده يعني الموضوع عجبني بشكل اكبر، فكنت عايز ادير البيزنس بتاعي واشتغل فيه بشكل كبير جدا، لان ساعتها كنت شغال ماركتينج بس افيليت ماركتينج، فعملت شويه فلوس كده في الاول. فكنت حابب ان انا اتعلم بشكل اكبر، فدخلت بعد كده قدمت على MBA ودرستها. من هنا بقى اتفتح قدامي مجالات كتيرة جدا، منها مجال التريدينج. والتريدينج مش في الفوركس، لان هو ده اشهر حاجة معروفة دلوقتي في اكتر من ماركت. والحمد لله يعني خلال السنين اللي فاتت دي كلها قدرت ان انا اكتسب خبرة من خلال ان انا ادرس الماركت ده، سواء بقى اكاديميك او بنفسي. يعني انا عملت سيرش كتير جدا، وحتى كنت بقعد يعني انزل كتب واشتري كتب وابتدي اذاكر الكتب دي واطبقها بنفسي، عشان خاطر يعني اشوف الناس اللي بره دي ازاي هم سمارت جدا وبيعملوا فلوس من مجال التريدينج. لان انا كنت دايما كل ما اتكلم مع اي حد في الشرق الاوسط، الناس اغلبيتها بتخسر، واغلبيتها ايه ده، هم اصلا اكتر من 90% بيخسروا يعني. فده خلاني ان انا ابتدي اكتسب خبره اكبر وابتدي اقرا اكتر. فخدت حوالي يعني 10-12 سنه عمال اذاكر واجتهد وعشان خاطر اوصل للي انا عليه دلوقتي يعني. فالحمد لله قدرت بعد كده ان انا وانا في دبي في 2021 عملت اكاديمي، هي ماسترت اكاديمي. من خلالها ان انا قدرت ان انا اعلم ناس كتيره جدا، وكان هدفي مش ان انا اعلمهم ان هم يتريدوا، اعلمهم ان هم يعرفوا مجال التريدينج وان هو يتجنب الخساره بشكل كبير جدا. لان التريدينج الهدف الاساسي فيه يعني الناس بتفكر فيه ان انا داخل اكسب بس، لكن التريدينج هو عباره عن مكسب وخساره، والخساره جزء من المكسب بتاعك، ممكن يكون بنسبه اكبر من المكسب. بس هنتكلم دلوقتي مع بعض ازاي انا بخسر تريدز اكتر من المكسب وبعمل بروفيت برضو، لان في استراتيجي كده معينه اشتغلت عليها فتره ولقيتها بتعمل معايا سكسس كويس يعني. فقدرت بقى الحمد لله ان انا يعني اوجه الناس كتير جدا ان هم يتعلموا بشكل صح،
وان هم يتجنبوا الخساره، وان هم يفهموا الاسواق الماليه بشكل بروفيشنال، وان هو يقدر ياخد قراره بنفسه. خاصه ان الفتره اللي فاتت دي كلها كان يعني في جروبس كتيره جدا على اليوتيوب وعلى تيليجرام، وناس بتدي توصيات يعني بشكل يومي. فكان ده يعني الهدف الاساسي من ماسترت، ان احنا نعلم الناس ازاي يتجنبوا كل اللي بيحصل في السوق ده. والحمد لله ادينا موجودين دلوقتي بقالنا 4 سنين، وقدرنا ان احنا نساعد عدد كبير جدا ان هو يفهم المجال بشكل صح. ما شاء الله عليك. خش في موضوع الحلقه. انا معاك. طيب، ما هو التريدينج؟ بص، هو التريدينج بسيط جدا. هي احنا بنشتري حاجه مقابل حاجه، ايا كان بقى الحاجه دي ايه. يعني لما نيجي نرجع بالزمن لورا، طبعا هو كان التريدينج عباره عن مقايضه، ان انا مثلا معايا سلعه وانت معاك سلعه، فبنتبادل السلعتين دول ببعض. في الوقت الحالي طبعا وسط التكنولوجيا والانترنت والتقدم الكبير اللي احنا وصلنا له دلوقتي، التداول بيتم عن طريق منصات. المنصات دي بنقدر نشتري ونبيع من خلالها اي حاجه، سواء اسهم او سوق زي سوق الفوركس اللي هو الفورين اكسشينج ماركت، ان انا اقدر اشتري عمله اليورو قصاد الدولار او الاسترليني and so on. ومؤخرا طبعا خلال اخر 15 سنه ظهر يعني سوق مالي جديد اللي هو الكريبتو. وطبعا يعني احنا ما نقدرش نهمل السوق ده. يعني هو في البدايه كده تحس ان هو ده طلع منين، ده حاجه غريبه قوي، لكن طبعا بقى ليه تاثير كبير جدا دلوقتي، وبقى يعني العالم كله بيتكلم عليه، وناس كتيره جدا كمان بتشتري وتبيع من خلاله. فالتريدينج ببساطه جدا ان انا اقدر اشتري اي حاجه عند سعر معين وابيعها. وهنا بقى بيحصل المكسب او الخساره. لو مثلا انا اشتريت سهم او اشتريت مثلا عمله وسعرها ارتفع، فانا هنا كسبت. ولو انا اشتريتها وسعرها نزل وانا بعت، فانا هنا خسرت. فده التريدينج بشكل بسيط يعني. طبعا يعني الاسواق الماليه مختلفه بقى. يعني التداول في سوق الفوركس مختلف عن الاسهم، مختلف عن الكريبتو. طبعا في كل حاجه من دول بيحكمها قواعد وقوانين مختلفه. فطبعا يعني التداول هنا بنسبه كبيره جدا الناس بيدرسوا مثلا حاجه معينه او بيقرا عن حاجه معينه وبيدخل يطبقها في كل الاسواق دي، فبيكتشف ان في فجوه كبيره جدا بين الثلاث اسواق، وبيحصل خساره بشكل كبير، لان اللي هو اتعلمه مش كافي ان هو يقدر يخش ياخد قرار شراء او بيع. فالتداول هو لازم الحد اصلا يكون دارس اقتصاد في الاساس، متعلم تحليل، يقدر ان هو ياخد قرار الشراء والبيع بنفسه. خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا يعني يا محمد. يعني انا شايف التداول ده هو سكند بيزنس. فانت ما ينفعش تكون بتعمل بيزنس وتمشي فيه بشكل عشوائي، لازم تفهم فيه كل كبيره وصغيره. صح. فالناس بتعمل ايه؟ بيخش على جروبس وبيخش على الشانلز ويبتدي يشوف الناس بتدي توصيات وتدي معلومات كتيره جدا. وانا شايف ان المحتوى اللي موجود حاليا على اليوتيوب بالنسبه للمحتوى العربي هو مستهلك بشكل كبير جدا. يعني مش هيفيد اي حد الا اذا بقى حد فاهم كويس جدا ودارس وعارف، وبالتالي يقدر ان هو يستغل مثلا او يشوف حاجه معينه ناقصاه ويسمعها او يتعلمها من على القنوات دي كلها. لكن يجي واحد كده من العدم مش فاهم اي حاجه ويدخل يسمع التشانلز دي او يتفرج على اليوتيوبرز دول ويشوف التشانلز اللي موجوده على تيليجرام وياخد توصيات، ده بنسبه 90% خسران. ده اكيد. طبعا. وللاسف ليه كمان جروبات بتخشها عشان يعني تدفع فلوس عشان تدخل الجروبات دي عشان تاخد التوصيات وبتاع. صح ولا انا غلطان؟ بالظبط. بص اقول لك على حاجه. يعني في نقطه كده صغيره في الحته دي مهمه جدا لازم الناس تفهمها. أوكي. تمام. الا وهي انا النهارده مثلا داخل السوق، في مجموعه حاجات كده لازم اتبعها عشان اقدر، كم خطوه كده لازم اعملهم عشان اقدر ان انا اخد قرار بشكل صح. تمام كده. انا مثلا عندي استراتيجيه معينه، الاستراتيجيه دي مبنيه على كذا تول انا درستها وفهمتها وطبقت عليها في حساب ديمو عشان اقدر في النهايه اخد قرار بشكل صح. يعني انت هنا بتتكلم على استراتيجيات التحليل ولا استراتيجيات دخول السوق نفسه؟ الصفقه نفسها. الصفقة. ان انا هدخل اخد لونج او شورت اللي هو بيع او شراء او بيع. لازم يكون عندي استراتيجيه معينه انا دارسها وفهمها كويس جدا، مجموعه ادوات من التداول انا عارفها وحاطط سيناريو معين لازم يحصل عشان خاطر اقدر اخد قرار الشراء او البيع. تمام. فلو انا ما اجتمعتش الادوات دي كلها مع بعض، لو سواء هنا ما جاتش اساسا الفرصه او بعض من الفرصه دي جه، ما ينفعش ادخل الصفقه نهائي.
دي مصيبه، لان انت عندك حاجه ناقصه. دي اسمها الاستراتيجي بقى، ان حد عنده استراتيجيه وملتزم بيها. فبيحصل ايه؟ بتلاقي مثلا ان السوق في حركه عنيفه جدا خلال اليوم، خاصه سوق الفوركس، لان هو بيعتمد على اللافريج، والموضوع ده ريسكي جدا جدا. فبيحصل ايه؟ فانت بتشوف السوق طالع ونازل بشكل كبير قوي، فالموضوع ده بيغري ناس كتير جدا. طب انا عايز ادخل وسط الصعود والهبوط ده، عايز الحق اشتري بالظبط كده. لو انا عايز الحق اشتري دلوقتي، السوق طالع، سعر الذهب طالع، فانا عايز الحق اشتري، سعره نازل عمال يجري، انا عايز الحق ابيع عشان اكسب. فبيحصل ايه؟ بيخسر. ليه؟ لان هو داخل بمشاعره، مش بدماغه، مش حاجه معينه هو دارسها وفاهمها وداخل باستراتيجيه معينه، مش ماشي مثلا مع الاتجاه. يعني في مثلا حاجه من الحاجات كده الصراحه، يعني انا كنت بتكلم فيها يعني مع الشباب عندي في الكورس، كنت بقول لهم مثلا انت لازم تمشي مع الاتجاه مش عكس الاتجاه. احنا مش بنحارب الاتجاه، احنا بنمشي معاه، احنا بنفولو الترند. ازاي؟ تلاقي مثلا الترند صاعد ومثلا في تصحيح، هو بيستنى مثلا مقاومه معينه عشان يبيع من عندها. لا، ده كوريكشن بس، وانت المفروض تستنى الكوريكشن يحصل عشان تكمل صعود معاه، مش تحاربه وتقول ايه انا وصلت للمقاومه فانا هبيع من عند المقاومه دي. فبيحصل ايه؟ بيخسر. مش معنى ان السعر صاعد فتره طويله ان هو لازم ينزل، لا، ممكن يكمل صعود عادي جدا ويحصل كوريكشن في النص ويكمل. فبعض الحاجات الصغيره دي اللي هي تبان صغيره بس هي حاجات كبيره جدا، دي طبعا بناء واحد بقى بيكون دارس وفاهم كويس جدا وعنده ادوات بيقدر من خلالها يحلل العمله اللي هو داخل يشتريها او السهم اللي هو داخل يشتريه او يبيعه طبعا، وبناء عليه بيقدر يخرج منه بمكسب او خساره طبعا على حسب بقى ايه ناقص عنده، ايه اللي ما قدرش او مثلا في تول من التولز مثلا مش موجوده عنده او ما قدرش ان هو يطلع بيها ياخد بيها قرار على سواء الشراء او البيع، فده بيخليه ان هو يخسر للاسف. طب ايه الحاجات اللي لازم يتعلمها؟ انت عندك اصلا نوعين من التحليل الاساسيين لازم اي حد يتعلمهم، التحليل الفني والتحليل المالي. طبعا التحليل المالي هنا عشان خاطر فيه اسهم، او مثلا ندخل عند التحليل الاساسي اللي هي التقارير الاقتصاديه بقى والاخبار والكلام ده كله. فانت النهارده مثلا بيحكمك نوعين من التحاليل قويه جدا. التحليل الفني انا بدرس حركه السوق في الماضي عشان اقدر اتوقعها في المستقبل، عشان اقدر اعرف هو السعر رايح فين سواء صعودا او هبوطا. بس انا مش هقدر احدد الصعود، يعني مش هقدر اخد قرار الشراء او البيع الا لما ارجع للتحليل المالي والتحليل الاساسي، ان انا اشوف الاخبار. فالتقارير الاقتصاديه بتقول لي ان في مثلا ايه نمو في الاقتصاد الامريكي، فده دليل ان الدولار تصاعد الفتره اللي جايه. فده يخليني ارجع بقى للتحليل الفني عشان اقدر من خلال التحليل الفني ده احدد نقاط الدخول والخروج. وفي نقطتين مهمين جدا لازم الناس دايما تركز عليهم، الستوب لوس والتيك بروفيت. سو انت خدتني في دوكه شويه انت دخلت على طول. هنرجع تاني للفكره بتاعت الستوب لوس والتيك بروفيت، بس خلينا بقى نرجع للاساس نفسه. هو في كام سوق مالي اساسا متاح ان انا ممكن اتريد فيه؟ حلو جدا. طبعا وايه الفرق ما بينهم برضو؟ جميل الكلام ده. مبدئيا احنا عندنا يعني اكبر سوق مالي هو سوق الفوركس او سوق العملات اللي هو فيه الدولار واليورو والين، العملات الاجنبيه عموما. تمام. وعندنا سوق تاني اللي هو سوق الاسهم، وده سوق مالي طبعا كبير جدا ومعروف، يعني الناس كلها عارفه الاسواق اللي فيه الاسهم ابل وفي طبعا، نايكي وفي دي الاسواق العالميه، وفي الاسواق المحليه سواء بقى في مصر او في دول الخليج، او عندك مثلا الاسواق الامريكيه والسوق الاوروبي. فانت تقدر ان انت تتداول في سوق الاسهم بشكل كبير جدا. وعندنا السوق طبعا الصغير اللي لسه بيبي، اللي هو بيبتدي لسه، اللي هو سوق الكريبتو. فانا اقدر اشتغل في اي سوق من الاسواق دول. تمام. بس طبعا بس سؤال الفولو اب بقى بتاعي. ماشي. انا عندي 3 اسواق خلاص، الفولاتيليتي او الصعود والهبوط فيه عالي، فهل التحليل الفني اللي انا اتعلمه هقدر ان انا اقدر اترف في 3 اسواق ولا لا؟ ولا الريسك هنا اعلى والريسك هنا اقل والريسك هنا متوسط؟ ما انت يعني جايب مي ثرو. انا والله انا عايز اخش تريدنج بس انا مش عارف اخش فين. هو ده اهم سؤال على فكره. ده اهم سؤال. تمام. ليه؟ لان في ناس مثلا ممكن تتعلم تحليل فني ويروح يطبقه على الكريبتو، والكريبتو يعني مش هتعرف تشتغل فيه ولا تعرف تشتري ولا تبيع بناء على تحليل فني. في عوامل تانية خالص هي اللي ايه بتتحكم في سوق الكريبتو. اوكي. وللاسف العوامل دي لسه يعني مش معروفه بشكل كبير يعني عشان كده في مانيبيوليشن كتير جدا بيحصل في سوق الكريبتو. تلاقي مثلا النهارده البيتكوين وصل ل 60,000
ونزل من 60,000 ل 15,000. بعد كده صعد من 15,000 ل 100,000. بعد كده ينزل ل 90,000 و89 و88. فهو الحركة اللي بتحصل دي هي اللي بتخلي للأسف التحليل الفني مش قوي عشان تقدر تطبقه على الكريبتو. ففي يعني عوامل تانية خالص لازم تمشي عليها أو تتبعها. تمام. لكن السوقين فعلا انت تقدر تطبق فيهم التحليل الفني وبيرفكت بالنسبه لك هو سوق الاسهم وسوق الفوركس. فدي اهم نقطه الناس لازم تكون عارفاها. تمام. ان انا ما ينفعش الحاجه اللي اتعلمتها بشكل عام اللي هو التحليل الفني اطبقه على اي سوق مالي. لا طبعا كل سوق ليه القواعد بتاعته. لازم ادخل افهم كل سوق محتاج ايه المتطلبات عشان اقدر اتداول في السوق ده. فتيجي مثلا لسوق زي سوق الاسهم، انت لازم تكون اصلا بتدرس الشركات اللي انت هتستثمر فيها. تمام. انت داخل تشتري سهم شركه ابل مثلا. طب ايه القوائم الماليه بتاعتها؟ الشركه دي نجاحها فين؟ الشركه دي ايه الخدمات اللي بتقدمها؟ التكنولوجيا اللي عندها، الموقف المالي، الانكم ستيتمنت بتاعتها. الكلام ده كله هيفرق معاك فين في اتخاذ القرار ان الموضوع ده ايجابي ان انت تستثمر فيه ولا لا. على الجانب الآخر طبعا في سوق الفوركس الموضوع مختلف، لأن أنت هنا بتتداول مثلا يورو قصاد دولار. فأنت هنا بتدرس تقريبا في هو طبعا يعني وهم دول يعني أكتر عملتين بيتم التداول عليهم في العالم. أنت بتتكلم في حوالي يعني أكتر من 80% يعني من السوق المالي الموجود حاليا. فعندك اليورو ده انت بتدرس فيه الاقتصاد الاوروبي، وعندك في الدولار الاقتصاد الامريكي. فالموضوع هنا اكبر بكتير. فانت الموضوع هنا مش متوقف على شركه معينه بتدرسها. فانا شايف ان سوق الاسهم هو اسهل سوق اي حد يقدر يبدا فيه. تمام. يقدر يقراه بشكل بسيط. هو طبعا بطيء جدا مش زي الفوركس. يعني الفوركس فولاتايل جدا وفي لافريج والموضوع يعني رايح في حته تانية خالص. بس لو حد عايز يتعلم انا انصحه انه يتعلم الاول في سوق الاسهم. هو سوق بطيء بس في النهايه يقدر يخرج منه باكسبيرينس كويسه، يقدر من خلالها ان هو يستخدم الاكسبيرينس دي في سوق مالي كبير ومتغير بشكل كبير جدا زي سوق الفوركس. نوضح مفاهيم اكتر. انت قلت لي ليفرج مش عارف ايه الكلام ده كله. هو يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ معلش انا كفيور مش فاهم ايه اللي انت بتقوله ده. تمام، حلو جدا. مبدئيا انا النهارده لو داخل سوق زي سوق الاسهم انا بشتري سهم. يعني سي مثلا السهم ده سعره 10 دولار. بالظبط كده اللي هو السبوت ده انا بشتري الحاجه بقيمتها. تمام. يعني انا معايا $1000 مثلا هشتري سهم ب$10 فانا هشتري 100 سهم. ده الحد الاقصى بتاعي. تمام. اللافريج بقى يعني رفع عمليه. يعني انا النهارده مثلا معايا $1000 وعايز اشتري حاجه بقيمه $10,000. فانا دلوقتي هستخدم او هعمل حاجه اسمها رفع عمليه. هعمل حاجه اسمها رفع عمليه من 1 ل10. فقيمه $1000 بتاعتي مش هتزيد طبعا. يعني اقدر اتداول $10,000. هتقولي طب وهو ايه اللي يضمن ان انا اتداول بقيمه $10,000 ومعايا $1000؟ يعني انا ما اقدرش اخسر في السوق ده اكتر من $1000 بتاعتي. يعني سي مثلا خدت صفقه والصفقه دي عكست عليا، اول ما توصل $1000 ماينس انا هخرج بره الصفقه. اشتريت حاجه مثلا اسهم اللي هو الليكويديشن او بالظبط. لا وهنيجي لحته الليكويديشن دي فيها قصه يعني دي حته يعني للاسف في ناس كتير جدا مش فاهمينها. بس خلينا بس الاول نشرح الحته بتاعت اللافريج دي. ان ده لو انا دلوقتي معايا $1000 فانا اقدر اخد لافريج من 1 ل 100 وده ريسكي جدا على فكره. فسي مثلا دخلت صفقه ب$100,000 فانا ما اقدرش السعر بتاعي ما يقدرش ينزل تحت 99,000 لان انا الرقم اللي انا اقدر اخسره في محفظتي هو $1000 بس. عشان كده بقول ان السوق اللي فيه لافريج او رفع عمليه ده سوق صعب جدا ان انت تتداول عليه، وهو ده سوق الفوركس. واللي للاسف المبتدئين دلوقتي بيبداوا بيه. يعني ده سوق اصلا المفروض انا ما ابداش بيه فبيبدا بيه. وللاسف يعني وسط البروكرز الكتير اللي موجودين في السوق دلوقتي بيغروا الناس باللافريج. يقول لك بقى من 1 ل 500 من 1 ل 1000. فانت تقول يا يعني اتداول $100 اطلع ب $5,000. اتداول ب $5,000 ده حلو جدا. طب ما انت على فكره انت ممكن تكسب $100 قصاد ال100 اللي هو 100%، وممكن تخسرها في اقل من ساعتين. يعني الريسك على الجنبين مش مكسب بس، لا صح. وفي خساره كبيره. نيجي بقى لحته الليكويديشن كنت بتتكلم عليها. ودي للاسف ناس كتير جدا مش فاهمينها. هو يعني ايه ليكويديشن؟ يعني الناس بتقول لك ايه انا لكوت صح لكوت يعني خسرت فلوسي. طب ما هي كلمه ليكويديشن يعني سيوله. يعني معنى كده ايه؟ ان في سيوله بتدخل السوق تضرب الاستوبات اللي موجوده صح كده صح ويعمل ايه؟ ويكمل. ويكمل. فده عشان كده بقى اسمها ليكويديشن. انا بقى عشان ابقى سمارت
لازم اعمل ايه؟ استنى الليكويديشن، مش ابقى جزء منه. والنقطه دي للاسف مفيش حد بيتكلم نقطة فيها. الدخول بتاعتي هي اللي بتحدد او بترفع نسبة الربح الصفقة. في 3 نقط. الانتري برايس، انا بدخل في انهي سعر بالظبط، المنطقه اللي انا هدخل فيها شراء او بيع، الستوب لوس بتاعي، وقف الخساره، والتيك بروفيت. وفي استراتيجيه كده اسمها ايه؟ 1-3، اللي هي الريسك مانجمنت بتاعتك 1-3، ان انا الستوب لوس بتاعي 1 والتيك بروفيت 3. فسي مثلا انا عامل التيك بروفيت بتاعي 30%، داخل صفقه مثلا ب$100، والتيك بروفيت بتاعي عند $30 فوق السعر. تمام كده؟ يبقى الستوب لوس بتاعي 10. 1-1 دي كارثه. ليه بقى؟ انا لسه كنت بقول لك انا في استراتيجيه بشتغل بيها، حتى لو انا خسرت عدد صفقات اكتر فانا هطلع كسبان. ازاي؟ سي مثلا انا كسبت مثلا 4 صفقات وخسرت 10 صفقات. 10 صفقات انا داخل 10 صفقات فكسبت 4 وخسرت 6. 6 في 10 بكام؟ 60. 4 في 3 بكام؟ 120. 120. يبقى انا كسبان كام؟ $60. يبقى انا كسبان 60%. فمش معنى ان انا بخسر كتير يبقى انا فاشل مثلا، او ان انا ما بعرفش اتداول. لا بالعكس، انا عندي استراتيجيه بشتغل بيها. على العكس مثلا واحد مثلا عمل 80% من الصفقات كسبان، بس الصفقات دي 1-1، تمام؟ فهو خسر كام؟ خسر 20 وكسب 80. فهو كده كام في النهايه؟ 60. زيه انا كسبان 40% وكسبان 80%. صح. بس انا على اللونج تيرم لو هو مثلا كسب 7 صفقات وخسر 3، فهو المكسب بتاعه اقل من المكسب بتاعي. ليه؟ لان انا عندي ريسك مانجمنت انا بشتغل عليه بشكل واضح وصريح. طب تيجي مثلا ايه صفقه انا داخلها، ودي اكبر كارثه الناس بتقع فيها. هو شايف صفقه نسبه الربح فيها 2-1، لا ما تدخلهاش. طالما انت عندك استراتيجيه واضحه وصريحه شغال عليها ودرسها كويس جدا، ما تخليش السوق يغريك. وهي دي المشكله. البيتكوين بيطلع، الحق اشتري، هوبا نزل. تمام. لبسنا كلنا. الذهب بيطلع، ودي كارثه كبيره جدا، عمال يطلع. طب انا عايز الحق، هوبا نزل، لاكود الناس كلها. تمام. طب بينزل، عايز الحق ابيع، اعكس الاتجاه. فما ينفعش ان انا داخل صفقه بيع مثلا وعامل ستوب لوس وعامل تيك بروفيت وهي بتخسر، او مقفلها على خساره وداخل بيع. ده غلط، ده اكبر غلط في الدنيا. لا خلاص، انا محدد الستوب لوس بتاعي فين والتيك بروفيت بتاعي فين ومنطقه الدخول بتاعتي فين. صح. جابت الستوب لوس، خلاص ده مش بتاعتي. تمام. لان انت ما ينفعش تقعد قدام التشارت طول اليوم. طول ما انت قاعد قدام التشارت طول اليوم ده بيعمل مصيبه كبيره. بيخليك دايما عايز تتداول، وده غلط. صح. التداول الصح يكون في استراتيجيه انا بتبعها، مش ان انا قاعد بتفرج على التشارت طول الوقت فبيغريك بقى السعر طالع نازل. وفي لافريج ماركت زي طبعا شكل الكاندلز نفسه احمر اخضر احمر اخضر احمر اخضر، وده بيلعب على المشارع بالظبط. فده بيخليك فانت هتخاف، اخضر فانت هتتشجع. وبتلاقي الموضوع ده دايما فين؟ في الفوركس، في السي اف دي، وفي الفيوتشرز في الكريبتو. فلما الناس بتخش في سوق الفيوتشرز بيلاقي الاسعار طالعه ونازله بشكل كبير جدا. ما هو بيشتغل بلافريج. فانت بتشتغل بلافريج او بتتداول بلافريج، معنى كده 100 ضعف المكسب و100 ضعف الخساره. صح. فلو انا هكسب $10 ده ممكن يبقوا من 100 ل$1000. فبتلاقي نفسك الشخص اللي قاعد يتفرج على التشارت ده هيموت ويدخل يتداول. فده ما ينفعش طبعا. يعني انت عايز ان انا اجنب مشاعري، ده 1,000,000%. طيب نرجع لحته تانية. طيب انت قلت الفيوتشرز الدنيا ماشيه فيه ازاي؟ طب هل السبوت انا ممكن يحافظ حتى لو انا السهم خسران وما بعتش، فانا ستيل في السيف زون، ولا ممكن انا اخش برضو ستوب لوس والكلام ده؟ السوق بقى بتاع الاسهم في حته السبوت بالذات، ان انا هشتري سهم بقى واحافظ عليه، ده مرتبط اكتر بدراستك للسهم نفسه. ما هو ممكن انت النهارده مثلا يحصل مثلا خبر سلبي على شركه معينه، او مثلا في مثلا تقرير معين جه بشكل سلبي، بس الاداره قدرت انها يعني تحتوي الموضوع. تمام. فانت لازم تكون متابع الاخبار بشكل دقيق جدا، ومتابع القوائم الماليه دي بشكل دقيق جدا، وبتقعد تحليلها طول الوقت. ما ينفعش ان انت تستثمر في سهم، او خلينا نقول مثلا عشان السوق ده قريب منه شويه، سوق الكريبتو، ما ينفعش تستثمر في كوين مثلا او توكن وتسيبه لفتره طويله. لازم طول الوقت تتابع الاخبار بتاعته، وتتابع التقارير بتاعته، وتتابع التطورات بتاعته، وتتابع القائمين على المشاريع دي،
وتتابع نفس الكلام المديرين التنفيذيين للشركات اللي انت بتستثمر في الاسهم بتاعتها. ليه؟ لان ممكن في اي لحظه يحصل عكس اللي انت متوقعه درسه. فالسبوت حلو، يعني الريسك بتاعه مش عالي زي الفيوتشرز، بس في نفس الوقت بيخسر ناس كتير برضو لو هم مش فاهمين هم داخلين في ايه. ممكن شركه تفلس، ممكن بالظبط سهم نفسه او عمله من العملات الرقميه تفلس. مش معنى ان شركه تسلا شركه كبيره وقايم عليها ايلون ماسك مثلا انها شركه تفضل ناجحه طول عمرها. ممكن تيجي شركه زي BYD مثلا في الصين ودلوقتي تشيلها. بالظبط، يعني خدت منها ماركت زي شير ما كبير حصل جدا. زي ما حصل مع نوكيا. يعني نوكيا عارف ان الموضوع ده اتهرى، بس هو في الاخر نوكيا كانت ليدر، هي واخدة الماركت ليدر بالظبط في كل حاجه. جت ابل، جاب بقى سامسونج، جاب الكلام ده كله، سحبوا السجاده من تحتيها. في امثله كتير يعني. جدا. يعني مش معنى ان انا شايف شركه كبيره. طبعا احنا بنتكلم عن الشركات العالميه عشان الناس كلها عارفاها. في الاسواق المحليه في شركات كتير جدا ما حدش يسمع عنها. فبالتالي انت لازم تبقى يعني بتتابع بدقه كبيره جدا الاخبار والتقارير بتاعت الشركه دي. ما ينفعش ان انت تغفل يومين 3 كده عنها. حلو جدا. طيب ايه هو ETF؟ دي بقى صناديق الاستثمار. تمام. الموضوع هنا مختلف تماما عن السبوت وعن الفيوتشرز. دي بقى يعني ايه، يعني نقولها بالبلدي شويه كده، صندوق استثماري الناس بتحط فلوسها في الصندوق ده، وبيبقى فيه حد يعني هو اللي بياخد قرار الشراء والبيع باستثمارات الناس اللي موجوده في الصناديق دي. تمام. طبعا دول بقى تيم مكونين مثلا من محللين فنيين ومحللين اقتصاديين ومحللين مش عارف ايه. انا بحط بدل ما انا بتريد لا انا بروح انا احط فلوس في وهم بياخدوا القرار بقى. هم اللي بياخدوا مكان. القرار بقى الشراء والبيع والكلام ده كله. تمام. ودي حصلت يعني حتى حصلت على شركات كبيره احنا نعرفها زي شركه سويفل مثلا. ما هو في صندوق استثماري كان في مستثمرين حطوا فلوسهم وهم خدوا القرار ان هم يشتروا السهم بتاع شركه سويفل مثلا. تمام. وساعتها طبعا هو طبعا من حق الناس توافق او ترفض، فاللي وافقوا كانوا نسبه كبيره، فبالتالي بياخدوا القرار خلاص ويروحوا يشتروا الاسهم دي. بالظبط. حلو جدا. طيب ده بقى الاي تي اف. احنا كده عرفنا الفرق بين السبوت، الفيوتشرز والاي تي اف. بالظبط. معمعة التداول بقى. انت قلت تحليل فني، الكلمه دي عامه قوي. يعني ايه تحليل فني وايه انواع التحليل الفني بقى؟ بص بقى، التحليل الفني هو يعني بحر. تمام. بس خلينا كده نقول الحاجات الأساسية اللي لازم الناس تتعلمها في التحليل الفني. يعني أنا شايف أهم حاجة طبعا المدرسة الكلاسيكية يبدأ بيها. وإيه هي المدرسة الكلاسيكية؟ أنا هقول لك إيه هي المدرسة الكلاسيكية. بس أنا هقول لك على حاجة أو خطأ كبير بيقع فيه المبتدئين، إن هو يقعد يقول لك إيه، في مدارس كتيرة جدا. أنا عايز أدرس مدرسة ICT، مدرسة برايس أكشن، مدرسة SMC، ويقعد بقى يقرأ مدارس كتيرة جدا. حبيبي الموضوع بسيط جدا. انت بس ابدأ بالاساسيات، والاساسيات دي هتساعدك تسكيل بعد كده. يعني ايه تسكيل؟ تبتدي بقى تتوسع بشكل اكبر، تتعلم استراتيجيات بشكل اكبر، تتعلم مدارس كتير، وتبتدي تختار الاتجاه اللي انت هتشتغل عليه. فانت عندك دلوقتي الحاجات الاساسيه في المدرسه الكلاسيكيه اللي هو الترند، الدعم والمقاومه، الانديكيتورز او المؤشرات، الشموع اليابانيه. دي الحاجات الاساسيه اللي اي حد لازم يتعلمها علشان يقدر يحدد هو هيحلل السوق بشكل عامل ازاي. لان الترند ده اساسي. انا عايز اعرف اتجاه السعر صاعد ولا هابط، مناطق الدعم والمقاومه، السعر بيرد فين دايما تحت وبيرد فين دايما فوق. المؤشرات اللي موجوده عندي، المؤشر ده بيساعدني اخد القرار، مش باخد بيه القرار. يعني هو اداه مساعده. تمام. في ناس بتعتمد على المؤشرات يعني دي استراتيجيه خاصه بيها، بس دول ناس محترفين جدا يعني. لكن انت بتستخدم اكتر ادوات ممكنه عشان تساعدك تاخد القرار بشكل صح. طول ما انت بتعمل كده، يعني عامل بالظبط زي شخص، حتى كلمه استراتيجي جايه من الحروب. يعني طول ما انت عندك اسلحه كتير تقدر تستخدمها في التداول وتقدر تساعدك ان انت تنجح في التداول. لكن طول ما انت داخل باداء او 2 حاجات قليله، في شخص تاني طبعا شاطر جدا وقاعد يذاكر وعنده ادوات كتيره جدا، فبيدخل فهو بيقدر ياخد القرار يعني بنسبه اقرب للصواب. يعني بنسبه كبيره جدا اقرب للصواب. لان انت في النهايه مفيش حاجه صح 100%. يعني مفيش حاجه اسمها الشراء ده هيكسبني 100% او البيع ده هيكسبني 100%. لان في النهايه احنا هنا وسط متداولين اشخاص، يعني صح. بيحكمهم برضو العامل النفسي. ففي برضو تحليل نفسي للسوق. لازم تقعد تشوف الناس اللي بتتداول دي
امتى بيحصل اشباع للبيع وامتى بيحصل اشباع للشراء. فالحته دي برضو هتساعدك تعرف المناطق الحد الاقصى اللي انت تشتري عنده الحد الاقصى اللي انت تشتري عنده والحد الاقصى اللي انت تبيع عنده، وبتعكس بعد كده الاوردرات الحد الاقصى للشراء بتبيع من عنده والحد الاقصى للبيع بتشتري من عنده. اديك مثال مثلا الذهب سعره بيطلع بشكل كبير قوي صح، تيجي انت بعد كده تنزل للتجار تقول له انا مشتري سبيكه وسعر الذهب وصل $2800، يقول لك لا والله ما بشتريش، خلاص انا وصلت لمرحله مش هقدر اشتري عند النقطه دي. فالعامل النفسي ده بيأثر بشكل كبير جدا على السعر، فتلاقي السعر وصل للاول تايم هاي ده وبدأ ينزل من عنده. نفس الكلام برضو لما كانت الأونصة وصلت ل $1600، تيجي تروح تشتري يقول لك لا والله مش بنبيع. طب ليه يا جماعه؟ لا خلاص ده اقل سعر نقدر نبيع عنده، احنا بعد كده احنا خسرين كتير جدا. فالحاجات الاساسيه دي بتساعدك تعرف اساسيات التداول، شكل الشموع عامل ازاي، الترند، الدعم والمقاومه، الحد الاقصى للشراء، الحد الاقصى للبيع. دي اسمه المدرسه الكلاسيكيه. تمام. المدارس الباقيه بقى بتعتمد على يعني حاجات اكبر من كده بكتير، زي عندك مثلا التحليل الموجي إليوت ويفز، ودي حاجه انا بحبها جدا لان هو مش بيخليك تقعد قدام التشارت كتير، بيخليك تعرف الاوقات اللي السعر بيتغير فيها من الصعود للهبوط ومن الهبوط للصعود، اللي هو الباترنز. لا مش الباترنز. تمام. بتكلم على موجه معينه، دي موجه صاعده وموجه هابطه، ده التحليل الموجي. في عندك التحليل الفلكي الزمني اللي هو بنتكلم على جان تشارت، وجان هنا كان عشان بس احنا مسلمين والناس تيجي تقول لك ايه احنا فلك بقى وشعوذه والكلام ده كله تنبؤات وتنبؤات والكلام ده كله. لا، هو موضوع مش كده، هو موضوع عباره عن ان في اوقات معينه في الفلك طبعا، يعني الناس اللي عندها طبعا دراسه في الحته دي. لا عبد اللطيف تسمعينا ما تتكلميش عننا يعني بيقول لك مثلا ايه عندي وقت معين بيحصل كذا، الكواكب والنجوم والكلام ده كله، فهم ابتدوا ايه ياخدوا نفس الفكره دي يطبقوها في التداول، ان لما يحصل مش عارف نجم ايه عند ايه، كوكب ايه عند الشمس، ده نبيع نشتري الكلام ده كله. طبعا انا بقوله بشكل بسيط، بس هو طبعا مجال كبير قوي. بس لازم يبقى غلط. يعني لا يعني التحليل الزمني ده بيبقى مبني عليه، هل بيبقى مبني نفس فكره الداتا اناليسيز اللي انا دلوقتي انا بشوف حاجه اسمها الداتا باترنز بتاعتي او الداتا الهيستوريكال داتا بتاعتي عامله ازاي عشان اقدر اتنبأ بالفيتشر زي فكره الداتا ساينس دلوقتي، ولا هو بيعتمد اكتر على زي ما انت قلت مثلا استراتيجيه برايس اكشن، ولا هو ايه بالظبط؟ يعني ايه التحليل الزمني؟ لان دي جزئيه مهمه جدا الناس تفهمها. طيب بص، هو التحليل الزمني هو مرتبط باوقات معينه. يعني مثلا اديك مثال حلو قوي، انت دلوقتي مثلا كل يوم تنزل الشارع تلاقي مثلا واحد بيبيع حاجه معينه ايا كان، كشك مثلا. تمام. فانت كل يوم تنزل تلاقي نفس الكشك بيبيع نفس الحاجه كل يوم، فبعد سنه او سنتين هتلاقي ايه، مش هتتوقع حاجه جديده، هو نفس الشخص هنزل اشوفه واقف في نفس المكان بيبيع نفس الحاجه. ده التحليل الزمني اللي هو يعني خلينا اديك مثال مثلا في السوق وتقول انا صح ولا غلط. اوكي. زي سوق الكريبتو مثلا بيقول ان في الموجه الصاعده دايما بتحصل كل 4 سنين، يعني دوره الكريبتو 4 سنين بالظبط. لسه كنت اقول لك الحته دي بالظبط. نخش بقى في حاجه هي حته الماركت اللي هو التحليل الزمني. في التحليل الزمني انا اسمع حاجه مثلا في الكريبتو ان كل 4 سنين السوق بيبقى صاعد، وخلال 4 سنين السوق بيبدا يهبط. الكلام ده صح ولا لا؟ وهل ده التحليل الزمني اساسا ولا لا؟ هو ده مش تحليل الزمني، ده اللي هو التحليل الدوري، سايكلز. يعني الكريبتو بيمر بكذا سايكل. تمام كده. فاحنا عندنا كل 4 سنين في هالفينج بيحصل للبيتكوين. يعني هالفينج يعني المكافأة اللي بتطلع من البيتكوين بتقل النص. حلو. فده اللي بيخلي بعد كده السعر بيرتفع ارتفاع كبير جدا. وبعد بيرتفع ارتفاع كبير جدا يبتدي يحصل التصحيح اللي احنا بنشوفه كل 4 سنين، يبتدي بالتدريجيا ينزل لأدنى نقطة. طبعا الماركت ميكرز بس هم اللي عارفين ايه أدنى نقطة دي. طبعا مش احنا طبعا يعني للأسف يعني لو حد يعرفنا عليهم يعني هنعمل أرباح حلوة قوي. بعد كده بيبتدي يحصل بقى تغير في الأسعار على حسب بقى دورة رأس المال نفسها فين. بتخش بعد كده في البيتكوين، بعد كده تخرج للالت كوينز، بعد كده تخرج للمشاريع، بعد كده تخرج للNFT، بعد كده تخرج لكذا حاجة يعني. فهو ده اللي بيخلي التقلب السوق بتاع الكريبتو بالشكل ده، ان هي السايكل كل 4 سنين بيحصل سايكل كده. طبعا هو سوق الكريبتو ده هو محدود، مش سوق كبير.
فالفلوس المحدوده دي مش فلوس كتير جايه من بره، يعني هي اللي جوه، فبتخرج من عمله معينه تروح لعمله تانية وهكذا. فهو ده اللي بيخلي تغير كبير جدا في السوق ده وتقلبات بشكل كبير. بس ده ملوش علاقه تماما بالتحليل الزمني. يعني التحليل الزمني ده نطبقه على الفوركس بشكل كبير جدا، لان في اوقات معينه بيحصل مثلا تغير لسعر البير ده او لسعر مثلا الميتال دي او للسهم ده كده. يعني احنا كده عرفنا ايه هي الاسواق الماليه، انواع التداول، تمام، وفهمنا شويه في فكره المدارس التحليليه. احنا قلنا في مدارس كلاسيكيه وفي مدارس اللي هي زي التحليل الزمني، التحليل الموجي، الحاجات دي كلها، والهارمونيك والكلام ده كله. هل في اي مدارس تانية؟ بص، هو في مدارس كتير يعني، بس انا شايف ان يعني الناس تركز على حاجه معينه. يعني هو هيدرس كتير جدا، بس في النهايه ما ينفعش ان هو يبقى يعني عارف انت اللي بيحضر ماجستير في حاجه معينه وما بيستفدش منها. لا، انت لازم تطبق. لان وعلى فكره انت لو اتعلمت اصلا مدرسه او اتنين كفايه قوي. لان في ناس اصلا بتدخل، يعني انا اعرف ناس يعني دخل عندي ناس كتيره جدا يعني، وبتدي تطبق بايديها وتتداول بايديها، وبيبقى مش عارف اصلا اي تحليل من التحليلات دي كلها للاسف يعني. يعني وفي ناس بتقضيها جامبلينج يعني. طب ما تحكي لنا قصه كده. والله يعني انا مثلا في مره من المرات كان يعني كان في واحد دخل بدون ذكر اسماء طبعا. الشخص ده كان جاي ومعاه $1000، فاتعلم ودخل. قلت له حبيبي لازم تبقى فاهم ان السوق ده سوق متغير بشكل كبير جدا، ممكن تخسر كل الفلوس بتاعتك، ما ينفعش تدخل بحساب حقيقي دلوقتي. لا انا عارف انا هعمل ايه ومش عارف ايه. فهو صاحب قراره للاسف طبعا، ان الشركات كلها بتفتح المجال ده، انت اي حد يقدر يعمل اي ايداع ويبتدي ويتداول والكلام ده كله. دخل $1000 عمل $20,000 في اقل من اسبوع وخسرهم تاني. انت متخيل؟ هو الحمد لله ما شاء الله كسبهم، خسرهم لاكويد تماما. لان على فكره انت عارف المشكله فين؟ في جروبس التليجرام هي اللي بتعمل المشاكل دي كلها. انت بيديك صفقات يوميه، صفقات ان انت ما ينفعش تاخدها اصلا. فتيجي تقول مثلا لا انا دخلت وكسبت. طب دخلت وكسبت، هل انت كملت؟ لا، انت كسبت صفقتين 3 وبعد كده لاكويد. وبيخش بقى في مرحله كده عمال يخسر فلوس بس. يقول لك طب خلاص اصل انا كسبت في الاول فانا هرجع اعوض تاني. وبالفعل ده حصل مع واحد من الناس. دخل وقال لي انا عرفت جروب كده تليجرام حلو جدا وبعمل منه صفقات. قلت له يعني حذرته، مش حذرته هو بس، حذرت ناس كتير يعني. بس هو عمل ايه بقى؟ دخل وكسب وخسر. فقال لا خلاص انا هدخل تاني واجرب تاني بنفس الاماونت اللي هو دخل بيه، سواء $2000 ولا $3000 مش فاكر. وقال خلاص لا اصل انا غلطت غلطه. هو انت مش غلطت غلطه، هو ده اصلا ما ينفعش، هي دي غلطه من اولها لاخرها. هي الناس فاكره مفيش استراتيجيه بالظبط. انت داخل مش فاهم اي حاجه، بتتبع واحد بيقول لك اشتري هنا وبيع هنا. وفي قصه اكبر من كده بكتير، لان الناس دي اصلا بتبقى عامله شراكه مع الشركات دي، شركات الوساطه الماليه اللي هم البروكرز اللي موجودين في السوق بشكل كبير جدا. تلاقي مثلا كذا جروب او كذا واحد عامل كذا جروب، وكل جروب عامله بشراكه مع شركه معينه، ويقول للناس تعالى اعمل عندي ايداع، ومن الايداع ده انا هديك صفقات مجانيه والكلام ده كله. فبيحصل ايه؟ الكارثه الكبيره اللي احنا عايشينها دلوقتي. يدخل يجرب يكسب كام صفقه فيطمع فيدخل تاني، مفيش استراتيجيه واضحه وصريحه فيخسر كل اللي عنده. فيقول لك المشكله عندي، فيرجع يعمل ايه؟ يجيب راس مال تاني ويخش تاني ويعمل نفس الكارثه تاني ويخسر تاني، ويفضل بقى في سلسله من الخسائر ما بيعرفش يخرج منها. فانا انصح اي حد الصراحه ابعد عن الجروبس دي. يعني والله نفسي بجد تتقفل، لان كل من هب ودب بيدخل يتكلم في التريدينج. التريدينج ده ليه اصول. يعني حتى انا حاليا كمان بضيف للاكسبيرينس بتاعتي والحاجات اللي انا اتعلمتها 2 سيرتيفيكتس عمال اذاكر فيهم، اللي هم CMT و CFT. ودي حاجات تقيله جدا. يعني اكتشفت مصايب بتحصل في السوق ما ينفعش حد يمشي عليها، ما ينفعش حد يعملها. ان انت تسمع عن صفقه، تشوف مش عارف فيديو. وللاسف الشديد يعني اقول لك على حاجه، يعني انا بشوف ناس كتير جدا على اليوتيوب وعلى تيليجرام بيقعدوا يعملوا فيديوز تمام كده، بيمسك تول او 2 يقعد يذاكرها اسبوع، بعد كده يقعد بقى يشتغل عليها. يبقى هو ده الشخص مثلا تول زي تول فيبوناتشي مثلا، دي انا بستخدمها عشان اقدر احدد اذا كان الاستراتيجيه يعني انا دي واحده من ضمن استراتيجيه كبيره جدا انا شغال عليها. هو بقى يبتدي هي دي الحياه، فاهم؟
يعني يقعد يقول لك بقى هي دي بقى كل حاجه في الدنيا وهو ده اللي انت لازم يقعد تذاكره. يتكلم فيبوناتشي بالظبط. لا ده انا كده قلت لك على حد بيفهم. تمام. ده في بقى ناس تانية بيقول لك ايه، انت لازم تحط تيك بروفيت ولازم تحط ستوب لوس. ده خلاص دي خلاص قالت في جمله. لا ده خليها 50 فيديو بقى. اه والله العظيم 50 فيديو بقى و50 طريقه و50 كتاب و50 بي دي اف و50 صفقه بنفس الاسلوب ده. والناس للاسف مش فاهمين لان هو مش فاهم. فالنصيحه يعني اللي انا اقدر اديها لاي حد لما تيجي تبدا في سوق زي ده وحابب تشوف حد بيديك توصيه من التوصيات دي او يديك تحليل معين، ذاكر، طبق اللي انت اتعلمته على التحليل ده وعلى الصفقه دي. لقيتها متماشيه مع اللي انت اتعلمته كان بها، ما لقيتهاش متماشيه يبقى بلاش تخش في القصه دي من الاول. بص انا مهتم بالكريبتو بس مش مستثمر فيه خلاص، فبحب ان انا استكشف اكتر. فانا لقيت ان في الفتره اللي فاتت دي جروبات يديك كام صفقه، بعد كده يقول لك ايه احنا بقى في كوين لسه ما نزلش السوق وده في 5 اكس و7 اكس و10 اكس وفي ناس بتقول 100 اكس و1000 اكس وحاجات غريبه كده. تمام. احنا بنتكلم في ارقام خزعبليه، يعني لو داخل ب $100 10 اكس يعني احنا بنتكلم خروجك هيبقى $1000، يعني 10 اضعاف راس المال. لو اكتر من كده كمان. بالظبط كده. ويقول للناس يلا خشوا دلوقتي ودي الطريقه وخش اربط المحفظه بتاعتك ازاي ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. هوبا يخشوا هوب العمله تصفي، يقول لك الناس باعت مره واحده، اصل مش عارف ايه، اصل انا مش عارف ايه، وتلاقي ناس تانية يقول لك انا مش عارف اعمل ايه. فالموضوع وصل مرحله مش توصيات، لسرقه واضحه وصريحه من جروبات التليجرام دي. ما هي زي ما انت ما قلت دي سرقه من الاخر كده، عشان بس نكون متفقين مع بعض. دي اسمها بامب اند دمب تشانلز، قنوات اللي هي اللي بيحصل فيها الدمب والدمب، البامب والدمب للاسعار. اقول لك على حاجه اوحش، قول لي. ان في انفلونسرز بقوا بيعملوا اعلانات للجروبات دي. منهم واحد انا اتخانقت معاه شخصيا، دخل يقول الجروب الفلاني اللي بيخش بيدي التوصيات اللي مش عارف ايه، وبعد كده قال بقى ايه بنصحته، يعني قال لك وهم بقى بيكسبوا ازاي؟ بيكسبوا لما الجروب يبقى كبير جدا فيقدروا ان هم يخشوا في الصفقه ويتحكموا فيها ويحطوا هم نقاط الدخول والخروج. لا ده باشا ده بام من ضمب حرفيا. طبعا اروح رافع السعر اروح ضمبه مره واحده. بالظبط. وده غلط وده مش مقبول واتيفر السوق المالي اللي داخل بيه. بص هو ده بيحصل بشكل كبير جدا في الكريبتو. ليه؟ لان الناس مش فاهمه يعني ايه كريبتو ومش فاهمين اصلا يعني ايه اسواق مال وما عندوش اي معلومات، فهو وعايز يبقى غني. فهم بيستغلوا الحته دي ان الناس نفسها يبقى يعمل الملايين من $100 وال$200. تمام. لكن على الجانب الاخر انت تقدر تعرف اذا كانت العمله دي اصلا ليجيت ولا لا. الموضوع بسيط جدا، ان هو يبقى بس عنده اساسيات البلوك تشين، فاهم يعني ايه بلوك تشين، ما العمله دي موجوده على البلوك تشين صح. انا اقدر ادخل على البلوك تشين بتاع العمله دي واعرف كام هولدر والمحافظ اللي بتهولد فيها قد ايه ومين الويلز اللي موجودين فيها. اقدر اعرف، طبعا مش عارف اساميهم ولا اشكالهم ولا اي حاجه، بس بيبان الكلام ده كله على البلوك تشين. فبعض الحاجات البسيطه دي اللي تساعد اي حد ان هو يفهم الاساسيات بتخليه يتجنب النوع ده من النصب والسرقه. والكلام ده مش بيحصل في الشرق الاوسط بس، ده بيحصل عالميا. يعني مثلا انا كنت بدخل على ريدت وشفت ناس كتيره جدا بتعمل الكلام ده. في هتلاقي عندك على ريدت حاجات اكونتس كتيره جدا بتتكلم عن الموضوع ده، بيقعدوا يعملوا ماركتنج لكوينز كتيره جدا، وكل ده سكام، كل ده نصب. طب ليه ده بيحصل كده؟ الجهل المنتشر في البيزنس ده. انا كنت حضرت في دبي الايفنت بتاع شركه باينانس، وقابلت ناس كتيره جدا من اوروبا ومن امريكا ومن اسيا، وقعدت اتكلم معاهم. فقالوا لي هو انت كنت لما طبعا ايه مكتوب بقى فاوندر وسي او بتاع ماسترت وبتاع، فكانوا بيسالوني بقى يقولوا لي هي الشركه دي بتعمل ايه واسمها حلو جدا، كلمه ماسترت حلوه. قلت لهم والله هو الهدف ان احنا بس نوعي الناس العرب ان هم ما يستثمروش في الكلام ده بشكل عشوائي، وان هم ما يمشوش ورا اي حد عشان ما يخسرش كل فلوسه، لان للاسف موجود نصابين كتير. انا اتصدمت، لقيت واحد من فرنسا بيقول لي على فكره الكلام ده موجود في اوروبا كلها، اصلا اكتر من 99% مش فاهمين اصلا المجال ده، وللاسف بيتنصب عليهم بشكل اكبر بكتير جدا من اللي موجود في الخليج وموجود في دبي. انا اتصدمت، يعني الموضوع ده مش بس في الشرق الاوسط، لا ده عالميا. عالميا، لان الجهد كبير. ده رقم واحد. رقم اتنين برضو، ما هو البي ار اللي بيتعمل غريب. يعني انا مثلا من سنه ونص اسمع ان البيتكوين كان $15,000،
النهارده تفتح ده $100,000. يا نهار اسود. يعني لو معاك وتلاقي بقى ايه انواع الفيديوهات ولا انواع المقالات اللي تقول لك ايه لو كنت استثمرت $1,000 في البيتكوين من قد ايه شوف هيبقى معاك دلوقتي قد ايه. مبدئيا هي الدنيا ما تتقاسش كده. طبعا يعني مفيش حاجه اسمها جيت ريتش كويك، يعني ده رقم واحد. انا بضيف لكلامك، وانا اتمنى فعلا ان يبقى في محاربه للجروبات دي خصوصا تاني ان هي فعلا تستولى على اموال الناس. الموضوع ما بقاش برضه توصيات ولا بارتنرشيبس او شراكات مع كوينز ولا الكلام ده كله. الموضوع بقى حرفيا في نصب، سرقه، وفي حاجات كتير. وانا فعلا بضم صوتي لصوتك في الموضوع ده. بص في حته كده انت ذكرتها دلوقتي، الانفلونسرز اللي بيتكلموا عن الكوينز دي. هو للاسف انا طبعا يعني مش هقصد كل الناس بتعمل كده، بس الاغلبيه بيعملوا ايه؟ بيكونوا متفقين معاهم على نسب من الناس اللي هتدخل دي، وبيستغلوا حته الجهل وبيعملوا حاجه اسمها فومو، fear of missing opportunity، اللي هو خايف يمس الاوبورتونيتي دي. فبيعمل ايه؟ ده ب15 بقى ب100، الحق بقى العمله الفلانيه دي هتبقى زيها، الحق مش عارف ايه هيبقى زيها. فعشان كده انا قلت في الاول ان المانيبيوليشن اللي موجود في الكريبتو بشكل كبير جدا بسبب جهل الناس. صح. فلو هو بس تعب نفسه بس شويه ودخل قرا عن البلوك تشين وعن العملات دي كلها، هيعرف اللعبه دي بتدار ازاي. صح. خاصه ان هو سوق صغير جدا. يعني السوق كله، سوق الكريبتو كله، الماركت كاب يعني عامل 3 تريليون تقريبا. 3 تريليون ده يعني ده اقل من الماركت كاب او القيمه السوقيه بتاعت شركه زي ابل او انفيديا مثلا في سوق الاسهم. انت متخيل يعني؟ صح. شركه واحده بس قيمتها اعلى من سوق كامل، اعلى من سوق كامل. فلما تعرف انت معلومه زي دي تخليك تعمل ايه؟ لا انا اخد حذري بقى. ده معنى كده ان المانيبيوليشن هنا كتير، التلاعب كتير جدا، النصب كتير جدا. يعني ممكن واحد يخش $1,000,000,000 يقلب السوق كله. بالظبط. يعني مثلا عمله مثلا تشوفها عمله صغيره، وده حصل على فكره بفعل وشفته. عمله مثلا كان حجم الانفستمنت اللي فيها $500,000. فكانوا بيتارجتوا مين بقى؟ الشباب اللي معاهم 50 و100. كام واحد بقى؟ لو تارجت بس 10,000 واحد، هم دول الفلوس اصلا اللي هو عايزها. هيخرج بفلوسه وحط الناس مكانه. فحصل ايه بقى؟ هم استكت خلاص فين؟ في العمله دي. باي باي، خلاص بقى دور عليها بقى. للاسف يعني. طيب نخرج بقى من سوق الكريبتو، نرجع تاني للتريدينج. احنا اتكلمنا عن التحليل الزمني او انواع التحليل. ماشي. هل انواع التحليل دي تقدر تمشي بيها على السوقين، اللي هو السوق المال اللي هو اكبر سوق اللي هو الفوركس، وسوق الاسهم اللي هو تاني اكبر سوق، ولا لا؟ طبعا يعني التحليل اللي انت اتعلمته، التحليل الفني، تقدر تطبقه على السوقين دول بشكل كبير جدا. تمام. لكن على سوق الكريبتو لا، خلاص احنا اتفقنا على النقطه. خلاص ده كده شلناه بره. لا ينفع طبعا، لان هو ده الاساس اساسا. يعني هو انت بتتعلم تحليل السهم او تحليل عمله، الاثنين شبه بعض تقريبا. وانا هنا مش اقصد ان هو مثلا واحد يدخل يطبق نفس الكلام بالظبط. هي التحليل الفني هو جزء من التحليل، انت مش بتعتمد عليه بنسبه 100%. لان ممكن مثلا انا النهارده اعتمد عليه بقى تاني. اللي انا مثلا بعتمد عليه هدخل فين واخرج فين، اخرج منين. انا بحدد المناطق الدخول والخروج بتاعتي. لكن مش بحدد زكاة العمله دي تطلع ولا تنزل. ما هو ممكن النهارده مثلا عندك زي اللي حصل ساعه كورونا. احنا ما شاء الله احنا مرينا بكذا ازمه ورا بعض كده، غيروا شكل الاسواق الماليه بشكل كامل. صح. الكورونا، حرب روسيا واوكرانيا، الحرب بتاعت اسرائيل، كل الحروب دي كلها، الحروب دي أثرت على الأسواق المالية بشكل كبير جدا، وأثرت على العملات بشكل كبير جدا. والفيدرالي الأمريكي قاعد يرفع في الفايدة بشكل كبير جدا عشان يحافظ على استقرار السوق بتاع السوق الأمريكي، وده أثر على الأسواق العالمية كلها ومنها الأسواق النامية، وده اللي عمل تضخم كبير جدا في العالم كله. فما ينفعش إن أنا مثلا أجي أقول إن أنا عامل تحليل قوي جدا للبترول مثلا وخلاص أنا شايف إن هو صاعد، وتيجي في أزمة كورونا ده بقى ببلاش. ليه؟ حظر عالمي، مفيش شحن، مفيش طيران، مفيش اي حاجه بتحصل. مش ده حصل؟ صح. حصل ايه ساعتها؟ سعر البترول نزل لادنى سعر في التاريخ، وصل تقريبا لحوالي بتاع $3. $3 و$4. تمام. ولما حصلت حرب روسيا واوكرانيا ايه اللي حصل؟ عالي تاني. ليه؟ لان روسيا هي اللي بتمد اوروبا بالبترول. صح. طيب لما هي تكون بتمد اوروبا بالبترول ويحصل حرب بينها وبين روسيا، ويحلف الناتو يكون في صف اوكرانيا، فطبعا لما يكون في صف اوكرانيا فكده حصل مش هياخد من روسيا،
هيروح بالظبط. للخليج. قطع العلاقات ما بين اوروبا وامريكا وروسيا ادى الى ارتفاع سعر البترول بشكل كبير جدا، لان الديماند في الاول وفي الاخر ده فوسيل فويل، فهو محدود. بالظبط. فانا دلوقتي روسيا يعني عندها احتياطي كبير، فانا مش هاخد من الاحتياطي ده، بس انا خلاص هروح بقى عليه للخليج. حظر خلاص. بس انا هروح للخليج، فالخليج اللي موجود مكفي، بس هو هيبقى الطلب عليه عالي، فهو بالتالي بيأثر على ايه؟ فطبعا لما الطلب زاد مع محدودية العرض عمل ايه؟ السعر ارتفع زاد. السعر الاعلى سعر في التاريخ. تمام. فانت فالحدثين دول غيروا في شكل في حاجة من الحاجات اللي احنا بنتداول عليها. صح ولا لا؟ صح. فبالتالي ما ينفعش ان انا اعتمد على التحليل الفني بس. التحليل الفني ده انا بعرف هبيع فين وهشتري فين، وحلل الهيستوري، التاريخ اللي عندي، تاريخ العملة كان عامل ازاي. ما ينفعش تكمل الصورة من غير ما يكون عندك تحليل اقتصادي وتحليل الأوضاع السياسية والاقتصادية الموجودة. بالظبط. يعني ده مهم جدا. التحليل الأساسي ده هو ده اللي بيحرك السوق. الأخبار والتقارير والكلام اللي اتكلمنا فيه بشكل خلال البودكاست كله هو ده اللي بيحرك السوق، أي سوق مالي. تمام. وعلى فكرة لو بصيت على سوق الكريبتو هتلاقي كله أخبار. مش عارف عملة، مش عارف ايه هيحصل. يعني مثلا هو ليه البيتكوين رفع بالشكل ده؟ عشان سنة دي ETF تقريبا أو؟ لا، عشان خاطر انت عندك كان في عندنا طبعا في الانتخابات الامريكيه طبعا الاثنين عكس بعض. استراتيجيه او سياسه ترامب غير هاريس. صح. استراتيجيه او سياسه ترامب اللي هي بيعتمد على المعاملات السياسيه، اللي هو سياسي اكتر مش بتاع حروب. تمام. فبالتالي لما طلع قال انا هخلي امريكا هي عاصمه الكريبتو، ده معناه لو كسب ارفع الكريبتو وده بينزل. والعكس في حتة ايه هاريس، ان هي دموية اكتر وعايزة حروب والكلام ده كله، وانها بتساعد اسرائيل في الحرب دي، فده هيؤدي الى حروب اكتر. فبالتالي هيحصل ايه؟ دامبنج. هيحصل دامب للكريبتو ويحصل بامبنج للذهب والايه والمعادن بالظبط كده. دي معلومة مهمة جدا. حلو. طلع لا يعني هو اصلا يعني هو التريدنج ده عبارة عن ايه؟ عامل زي لعبة القط والفار كده. ده هيحصل، ده في خبر كذا فقصاده كذا، في تقرير كذا فده قصاده كذا. تمام. لما نيجي نبص بقى للبنوك المركزيه بقى وقراراتها والسياسات النقديه بتاعتها والكلام ده كله، بيفرق بشكل كبير جدا في حركه السوق. صح. تضخم، فايده، بطاله، الكلام ده كله، ودي الحاجات الاساسيه. ده في تقارير كتير جدا في الكالندر بتاعت الايكونوميك كالندر، او اللي هي الكالندر الاقتصاديه. لما تيجي تبص على الاخبار الكتير دي كلها بتعرف كل خبر هيحرك السوق بشكل عامل ازاي. ففي حاجة تانية مهمة جدا الناس برضو بتبقى مش فاهمها قوي، ان دايما بيحصل ارتفاع الاسعار وهبوط الاسعار بالتوقع قبل ما الحدث يحصل. وانا مش عارف الصراحة دي يعني بيعملوها بشكل مظبوط كده ازاي، بس طبعا دي انا بعتقد الماركت ميكرز او صناع السوق، الحيتان بقى، الناس اللي احنا ما نعرفهمش للاسف. هل وارن بافيت منهم؟ طبعا ده واحد منهم طبعا. يعني ده هو باع كل حاجة تقريبا، فأثر بشكل كبير جدا على السوق يعني. فتيجي تلاقي مثلا ان الذهب طلع صعد بشكل كبير جدا قبل حرب روسيا وأوكرانيا. صح. بعد كده حصل التصحيح وقت الحرب. فالناس تقول لك ايه ده السعر ارتفع بسبب الحرب. لا، هو ارتفع قبل الحرب وحصل تصحيح في الحرب. فالحاجات دي كلها لازم الواحد يكون يعني متعمق قوي في الاقتصاد. عشان كده البيزنس ده هو مش سهل. هو سهل اي حد يخش يقرا عنه، بس مش سهل اي حد يماستر التريدينج. هي دي اكبر مشكلة، ان هو يبقى فاهم كل حركة وكل خبر وكل تقرير بيحصل قصاده بيحصل ارتفاع وهبوط في الاسعار بشكل عامل ازاي. يجي هنا بقى ايه دور التحليل الفني. انا بقى هعرف خلاص عرفت الاتجاه، هعرف بقى هيطلع بشكل قد ايه وهينزل بشكل قد ايه، وهدخل اشتري فين وابيع فين، واقعد ارسم واحط بقى ايه التولز بتاعتي اللي انا اتعلمتها عشان اقدر اطلع باحسن قرار ممكن في الصفقه بتاعتي. يعني بالنسبه للحته اللي انت بتتكلم فيها، في ناس كتير كانوا بيقولوا اشتري الاشاعه وبيع عند الخبر. بالظبط، هي دي. هي 100%. طيب بالنسبه بقى القصص اللي انت كنت بتتكلم فيها، موضوع الجامبلينج والناس اللي بتخش على الجروبات ومش عارف ايه والكلام ده كله، اكيد عندك قصص كتير لناس كانت بتعاني قبل ما تتعلم تريدنج معاك، تمام، وحصل فرق معاهم بعد ما عملوا تريدنج معاك. دي قصه كبيره بقى. ليه بقى؟ لان الناس بتجيلي بعدها بتخسر للاسف. يعني هو ايه، ولا طبيعي. ما بيجيش في الاول. انا مش فاهم ليه الصراحه. يعني تعالى في الاول عشان تاخد النصيحه. اقول لك ليه ما بيجيش في الاول. ليه عشان بقى؟ هيلاقي اعلان مكتوب فيه موضوع سهل جدا،
انت بتشتري عند النقطه دي وهوب هتلاقي السهم بيعلى، هتروح بقى عند النقطه دي، فيفتكر ان الموضوع سهل بسيط مش اي حاجه. لما يشوف حاجه حمراء فانا اخش هنا انت قلت الاجابه على فكره. والله انت قلت الاجابه. هو بيحصل ايه؟ انا مثلا هاجي اقول لك دلوقتي انت المفروض تتعلم 1 2 3 4. لا يا عم، ده اسلام بيقعد يقول لي اتعلم، انا مش عايز اتعلم، انا عايز حد يقول لي خش اشتري فين وبيع فين. فهو بيعمل ايه؟ لا فكك من اسلام دلوقتي، تعال نشوف الجروب ده، تعال نشوف الناس دي، تعال نشوف الاعلان ده، تعال نشوف الشركه دي. فيخش يشوف خسر، ده اسلام كان عنده حق. طب وليه؟ طب ما انت عندك من الاول تقدر تتعلم بنفسك وتفهم كل حاجه. وانا قابلت ناس كتير جدا كده. يعني انا مثلا انا عايش في دبي، تمام؟ فكل ما اقابل حد، انا بقابل ناس كتير جدا ان هناك كميه شركات الفوركس هناك كتير جدا. حلو، يعني تقريبا اعتقد يعني كل شركات الفوركس اللي موجوده في الشرق الاوسط فاتحه هناك، تمام؟ فكل يومين قابل لي 20 30 واحد كل شويه. اصل انا حطيت $10,000 وخسرتهم، اصل انا حطيت 50,000. انا في واحد شفته خسران، مش والله مكسوف اقول، يعني خسران $500,000. والله دخل قاعد يضرب لوتات كتير جدا، في الاخر يدخل يكلم الشركه، مفيش شركه. يدخل يكلم مش عارف ايه، مفيش دعم فني، مفيش. طب ده بيحصل ازاي؟ ان هو بيمشي بشكل عشوائي. اصل الشركه دي هتكسبني، اصل واحد كلمني قال لي ايه بقى، انا هتابع معاك، انا يبقى في عندك اكاونت مانجر وفي عندك اكاديميه خاصه هتقعد تتواصل معاك من خلالنا، يفهموك 1 2 3 4 وهنديك توصيات وهنعمل لك، بس بشكل برايفت بيني وبينك. طبعا ما يعرفش يعمل ده ان بابليك، لان لو عمله ان بابليك مش هيعرف يكمل، لان ممنوع اصلا. فيبتدي يعمل ايه؟ في التليفون يتكلم معاه بالطريقه دي، فيبتدي الناس تخش وتبتدي ان هي يحط فلوس ويعرفوا يحط، ويقول له ما تقلقش ده انا معاك ومش معاك، ويكسبه بالفعل في الاول. بس بعد كده المحصله صفر للاسف. ودي ناس كتيره جدا قابلتهم وبيصعبوا عليا والله. فلما بيجي بقى يتكلم معايا اقول له طب تعالى بقى انا هعلمك واعرفك، ومش عايز منك اي حاجه، انا كل اللي عايزك منك بس تعرف ازاي تدخل السوق ده بشكل صح، وازاي تاخد الصفقه بشكل صح، وتتعلم بشكل صح. فبيجي بعد ما يتعلم يقول لي انا خساره والله. انا طب وبعدين يعني هتقعد تعيط؟ خلاص بقى، خلص الموضوع اللي فات مات. المفروض انت بعد كده تركز بشكل كبير في المره اللي جايه، ان انت مش اي حد، مش اي اعلان تشوفه تجري وراه. مش عارف، بشوف اعلانات كتير مش عايز اقول اسامي طبعا، يعني يقول لك ادخل انت اشتريت هنا وبعت هنا عملت الصفقه دي، فهو يشوف اللون الاخضر ده، ايه ده انا دخلت ب$100 بقوا كسبت $200 ولا $230، يلا ادخل. وتلاقي واحد عامل اعلان مش عارف فلان الفلاني بدا ب$100 والنهارده بقى عامل 347، دقيق قوي، $347 في اسبوعين. يعني بص دقيق قوي بحته ان هو ايه، حاطط ارقام تتصدق. فيقول لك خلاص انا كمان عايز اجرب، انا كمان زيه. يدخل ما يلاقيش الكلام ده. كمان الجروبس بقى مشكلتها الاكبر ان هو ايه، ان هو بيحط لك 30 40 صفقه. ما طبيعي في صفقتين 3 هتكسب، هو مش هيعمل شير للصفقات الخسرانه. هيقول لك بص الصفقه دي كسبت ودي كسبت ودي كسبت. طب ما طالما انت شاطر قوي كده، طب ما تعملهم لنفسك بقى، واقعد بقى اعملهم بشكل يومي، بما ان كل الصفقات كسبانه، ودبليكيت راس مالك لغايه لما يبقى ملايين. لكن الحقيقه مش كده. وده انا بشوفه يعني محتوى وصفقات مستهلكه بشكل كبير جدا. الناس بتدخل للاسف بتخسر الفلوس اللي هي تعبت فيها ويعني وكسبتها على مدار سنين. وفي ناس بتخسر يعني شقة عمرها في حاجة زي كده بسبب بس الوعود والخوف من ان هو يخسر الفرصة، وان هو شايف ناس كتير جدا بتعمل فلوس، بس هو ما يعرفش الجانب الاخر او الجانب المظلم من القصة الكبيرة اللي بتحصل حواليه دي. يعني هو الموضوع مش بالسهولة دي، ده اكيد صح. يعني اكيد طبعا. انا اخش يلا بيع وبتاع مش عارف، هو بيزنس كامل ليه كل حاجة، انكلودين كمان ان في موانع للدخول. على الكلام ده صح ولا لا؟ بص هو المفروض يكون في موانع للدخول، بس للأسف مفيش موانع للدخول في الشرق الأوسط كله. تمام. أي حد يقدر يفتح حساب، أي حد يقدر يعمل إيداع. تقولي طب ما هو في البورصة مش عارف يعمل الكلام ده، في شروط وفي أقول لك ما هتلاقي عندك الوساطة المالية بتاعت الفوركس والكريبتو سهل جدا. هيخش يعمل اكاونت ب$100 $10 قدر ان هو يدخل السوق المالي ده. هي دي المصيبة، ان اي حد معدي في اونلاين من اي حته شاف اعلان دخل عمل ريجستريشن، حط عمل بس الKYC بتاعته اللي هو عنوانه بقى وبطاقته وباسبوره والكلام ده كله، وعمل ايداع $10 ولا $20 كده، هو بقى اسمه متداول في البورصه. بس هو يفهم ايه بقى، يفقه ايه ولا اي حاجه للاسف. وده يعني يتحمله ناس كتير، على رأسهم الشركات.
شركات الفوركس للاسف ان هم يعني. وبص معلومه بقى ما حدش يزعل مني، يعني 3/4 نصابين الا من رحم ربي، لان هم داخلين 3/4 ولا كلهم؟ يعني انا مش عايز اقول كلهم يعني بس يعني بص اقول لك انت ممكن تتداول معاهم لو انت فاهم هتتعبهم قوي، مش هيحبوك. ليه؟ لان هو مكسبه خسارتك. حلوه قوي الجمله دي. يعني ايه؟ لان انت عندك انواع شركات الفوركس، في حاجه اسمها ديلينج ديسك. ديلينج ديسك ده انت مش بتتعامل مع سوق حقيقي، هو بيديك تشارت هو اللي مديها لك طبق الاصل نفس اللي موجوده. مش هنقعد نتكلم بقى في التفاصيل من جوه عشان برضو الناس ايه يعني ما تتوهش يعني معانا. خلينا ناخدها كده ايه، انت مش بيوصلك بالسوق بشكل مباشر، لان هو الصح ايه، هو وسيط اسمه ايه، بروكر، وسيط ما بينك وما بين الليكويديتي بروفايدر. مين الليكويديتي بروفايدر؟ البنوك. البنوك هتديك الفلوس، تستخدم الرافعه الماليه، تحط فلوسك، تدفع سبريد اللي هي العموله، ياخد البروكر عمولته، وكسبت خسرت دي بتاعتك انت والليكويديتي بروفايدر. فيجي بقى الوسيط المالي يعمل ايه؟ يقول لك لا، ابقى انا بقى الليكويديتي بروفايدر ده، انا اللي هدخل معاك، هخليك تتداول براحتك، هديك الرافعه الماليه بتاعتك، ارقام موجوده عندك على البلاتفورم، خش تتداول براحتك. خسرت انا كسبت، كسبت يبقى انا اللي خسرت. طب معلش خليني بس يعني في مثلا شركه من الشركات اكس دي بيقولوا بيعملوا اعلانات بتاعتهم ان هم شركه فوركس تريدر او فوركس بروكر، صح؟ مظبوط. ماشي. انا مش عايز اخش معاهم سنس ان انت الكلام انت قلته ده تمام. اتداول فين الفوركس؟ هتضطر بقى تسالهم بقى انا عايز STP اكاونت. حلو تمام. انا عايز اتعامل ان انا بتعامل مباشره مع الليكويديتي بروفايدر، مش عايز اتعامل معاك انت. تمام. فهيعمل لك ايه؟ يقول لك والله مينيمم ديبوزيت $5000. هنا بقى نحط بقى مانع دخول. هنا بقى حط لك بقى وقال لك بقى عندك بقى ايه، الماركت فولاتايل جدا، والسبريد وايد، في عندك وايدن سبريد، وقت الاخبار ممكن يوصل ل 50 و60 باب. فانت هنا بتخضع لقوانين مختلفه غير القوانين ده، فيديك كذا نوع من الحسابات. حلو. في عندك حساب اكس، حساب واي، حساب زي، او حساب زي ده هو ده اللي انت هتدخل مباشره مع السوق نفسه. التانيين دول بقى ده بيننا وبين بعض. طبعا هو يعني في معلومات كتير جدا ممكن اقولها في الحته دي، بس هو لازم يتعلم. يعني انا حتى عندي في الكورس شرح الكلام ده بالتفصيل، ازاي تعرف ايه الفرق بقى من اي بوك وبي بوك والكلام ده كله. موضوع كبير جدا يعني انت لا تتخيله، عشان تقدر بس تثق في الوسيط المالي ده. كمان في حاجه مهمه، مش هتعرف تتداول مع وسيط مالي واحد، هتضطر مع اكتر من وسيط مالي، لان ممكن الوسيط المالي ده يأثر عليك بشكل سلبي. ممكن لا قدر الله ما تعرفش تسحب فلوسك، يحصل فيه مشكله، فيبقى انا موزع فلوسي على اكتر من وسيط مالي، عامل دايفرسيفيكيشن يعني. كمان في حته مهمه برضو، مش سوق مالي واحد. يعني شوف قلت لك كام واحده، يعني حتى انا في سوق زي سوق الفوركس مش في بروكر واحد، في الاسواق الماليه مش في سوق مالي واحد. ليه؟ عشان ما اربطش نفسي دايما في حته واحده. يعني مثلا انا شفت ناس بتتداول في سوق الكريبتو بس، نزل سوق الكريبتو قعد سنة، خلاص هو كده بعيد عن السوق لمدة سنة سنتين لغاية لما يطلع تاني. ليه؟ خسران 90% ولا 99% من فلوسه، مستني بقى يحصل صعود تاني. لكن بالاربع سنين بالظبط كده. لكن لو هو مثلا موجود في سوق زي سوق الاسهم، سوق زي سوق الكريبتو، مع سوق زي سوق الفوركس، بيتداول في الثلاثة، 2 وقعوا واحد شغال، فما خسرش ايه بنسبة 100%. في حاجة بتسند حاجة. حلو جدا. ولو كسب في الاثنين خير وبركه. مصلحه. طيب انا دلوقتي اتعلمت التريدنج وبدات ان انا اخش كويس، وبدات اعمل صفقات معظمها رابحه الحمد لله، او بدات ان انا اعمل ارباح، مش معظمها رابحه او حاجه، يعني بدات اعمل ارباح. ايه مسار التريدر هنا؟ يعني انا كواحد متداول المسار بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ بص مبدئيا يعني هو المسار صعب شويه. ليه؟ لان مش معنى ان انا عملت ارباح يبقى انا شاطر، لا، لازم يكون عندي استراتيجيه ناجحه. استراتيجيه ناجحه يعني انا حاطط عندي ريسك مانجمنت، عندي تولز معينه بطبقها على التشارت، في عندي اساسيات بشتغل عليها. تمام. فسي مثلا انا عندي اوقات معينه بتداول فيها، مش بتداول طول اليوم. في عندي الصفقه بتاعت الريسك مانجمنت بتاعي دايما مظبوط، مفيش حاجه اسمها النهارده 1 ل1 بكره 1 ل2، لا، هي استراتيجيه واحده وصريحه. ما ينفعش النهارده اقول انا بستخدم 4 تولز وبكره 3، لا، هم الاربعه مثلا. فلو واحده منهم مش موجوده او الصفقه مش ماشيه معاهم، ما تدخلش الصفقه نهائيا. تمام.
وابتدي اقرر الكلام ده لمده لا تقل من 3 ل 6 شهور على حساب ديمو، حساب تجريبي. والحساب التجريبي هو الحساب الحقيقي، ما هو هيديك نفس الارقام، وهتبص على الحساب الحقيقي والحساب التجريبي هتلاقيهم زي بعض. او لو عايز تدخل حساب حقيقي عشان خاطر تبقى محتك بالسوق بقى والعامل النفسي ده، يبقى رقم صغير جدا اقدر اخسره. يعني مثلا انا هتداول مثلا ب$1000، ما ادخلش بال$1000 كلها، احط مثلا $100، احط 50 ابتدي اجرب بيها. اللي هو ايه، بجرب استراتيجيه، انا مش مستني منها اعمل $1000، وفي نفس الوقت مش هرسك ان انا اخسر ال50 او ال$100 كلها. لكن هعمل ايه، هقعد اجرب بيها لفتره معينه من 3 ل 6 شهور مثلا، فبالتالي قدرت اوصل ان انا عندي استراتيجيه ناجحه. من هنا بقى ابتدي اعمل الايداعات اللي انا حاططها في بالي، يعني راس المال اللي انا هبتدي بيه، ابتدي احطه بقى واشتغل بيه. بس في كل الحالات ما ينفعش احط الرقم اللي انا ما اقدرش اتحمل خسارته. ليه؟ لان في ناس هتيجي تقول لك ايه، يعني انا هخسر، يعني مثلا حتى دي كلمتي المشهوره لك ايه، حط الرقم اللي انت تتقبل خساره تقدر تخسره. ليه هو انا هخسر؟ لا، عشان خاطر العامل النفسي ما يبقاش هو اللي مأثر عليك في التداول. اصل دي فلوس الاكل، دي فلوس العربيه، اصل دي فلوس الشقه. طب ما انت خسرت فلوس من الشقه، فقلبك يقعد يدق، مشاعرك هتتغير، هتلاقي نفسك بتاخد صفقات عكس الاستراتيجيه اللي انت ماشي عليها، فهتقع في نفس الفخ اللي هو تلكود برضو في النهايه. يعني طبعا بص، يعني انت شرحت ووفيت كل حاجه الصراحه يعني. طيب هل في نصيحه معينه لاي حد متداول حاليا وخسران؟ هو طبعا في ناس كتيره جدا بتتداول حاليا وخسرانه. تمام. اول نصيحه واهم نصيحه انا بقولها لاي حد خسران دلوقتي، اخرج بره الصفقه اللي انت خسران فيها. اخرج خلاص، انت مش عارف. طالما انت مش عارف انت بتتداول ليه، فانت ما ينفعش تتداول، حتى لو هو في التداول الفوري او السبوت. للاسف، لان هو مش عارف اصلا هو داخل ليه. هو اول سؤال بيتسأل في التداول، انت تدخل الصفقه دي ليه؟ ده اول حاجه في اي، يعني في اي كورس تداول او في اي كتاب تقراه هيقول لك انت داخل الصفقه دي ليه. طب انت عارف ليه؟ لا، اذا اخرج منها. طب ايه الفرق ما بين التداول والاستثمار؟ حلو جدا. التداول ان انا يعني بدخل على صفقه مثلا معينه ومش بمتلك الحاجه دي. يعني مثلا بتداول على اليورو، بس انا لا امتلك اليورو، انا متوقع ارتفاع او انخفاض سعر اليورو قصاد الدولار مثلا، فهنا بتداول عليه. هو على فكره الاستثمار برضو تداول، بس الاستثمار انا بحتفظ بالحاجه دي اطول فتره ممكنه. وانا بشوف هنا الفرق بينهم، ان انا بعمل التداول ده بشكل اسبوعي، بشكل شهري، بشكل مستمر. بدخل على الصفقات دي، اخد صفقه فيها تيك بروفيت وستوب لوس. لكن الاستثمار مثلا زي ما احنا قلنا من شويه، حركه الكريبتو، السايكل اللي بتحصل خلال 4 سنين، فانا لازم اكون حاطط في اعتباري نصها تقريبا ما اخرجش بره السوق. يعني اقعد 2 سنين على الاقل جوه مع العمله دي. لان انا مثلا النهارده مثلا تعالى نجيب مثلا البيتكوين لما وصل ل60,000، للاسف اشتريته في 60,000. قعدت كام سنه؟ 3-4 سنين عشان يرجع لل60 ويكسر ويوصل لل100. فلو انا خرجت قبل الفتره اللي انا المفروض انتظرها، اللي هي من 2 ل4، خسرت. فده الاستثمار. لكن التداول انا ممكن اخد صفقه النهارده تضرب ستوب لوس عندي عادي جدا، اخد واحده تانية تعمل تيك بروفيت، وهكذا. فالتداول هي صفقات بفتحها بشكل مستمر، لكن الاستثمار هي حاجه اشتريتها وسايبها لفتره قدام، سواء بقى في سهم، في ذهب، في كريبتو، ايا كان. لازم اكون عارف ان دي حاجه لازم احتفظ بيها لاطول فتره ممكنه عندي. بس مش اطول فتره ممكنه بس، يعني في مناطق دخول لازم اخد تيك بروفيت دايما. اكيد طبعا. يعني ما ينفعش ابقى محتفظ بالسهم مدى الحياه. تقول لك مثلا اصل انا شفت سهم تسلا في 10 سنين عمل 100 ضعف، طب هتفضل مستني بقى 10 سنين كمان؟ هتفضل بقى 30-40 سنه مع السهم؟ ما انت لازم تعمل تيك بروفيت. ممكن تخش ب$100، هو وصل ل200، خد ال100 وسيب باقي. بالظبط، صح كده. يبقى انا مثلا دخلت ب$10,000، عملت 10 زيهم، اخد ال10 اللي هم الانيشيت انفستمنت بتاعي، واسيب ال10 الباقيين اللي هو البروفيت بتاعي اكمل بيه، وهكذا. لازم دايما اعمل تيك بروفيت عشان ابقى استفدت منه. في نقطه مهمه جدا في مسار المتداول اللي انت قلت لي عليها، في كام نقطه كده لازم البني ادم يمشي عليهم. اول حاجه، المكسب ده ما ينفعش اخسره، ودي كارثه على فكره. يعني مثلا لك انا دخلت ب$1000 وعملت 20، بس انا خسرت ال20، بس انا الاكشن انا خسرت بالظبط. دي مصيبه. انا مثلا دخلت دلوقتي ب$1000 كسبت 200، ومثلا انا حاطط الستوب لوس بتاعي عن 900، صح؟ $100 من ال1000،
$100 من ال1000 900 تمام. فدلوقتي هو بقى 1200 فخلى الستوب لوس بتاعه 300 مش 100. لا انت الستوب لوس بتاعك مازال 100. ما ينفعش يكون 300. ما ينفعش الفلوس اصل جزء من راس مالي زائد البروفيت اللي انت كسبته ده جزء من راس المال بتاعك خلاص ما بقاش بروفيت. لانه انت لو عملته ان هو بروفيت عمرك ما هتكسب. فدي نقطة مهمة جدا. تاني حاجة الأوقات اللي تتداول فيها. يعني ليه قلت لك مثلا في البداية خلي الناس تبدأ الأول في الأسهم، لأن الأسهم فيها أوقات معينة، مش يقعد 24 ساعة سوق مفتوح زي سوق الفوركس ولا الكريبتو كل شوية يعني الزغلل بقى تمام. فلا خليني في أوقات معينة أنا محاططها. الأوقات دي ما ينفعش إن أنا أتداول أكتر منها. أنا حاطط ساعة ولا ساعتين في اليوم، ما ينفعش أقعد اليوم كله قدام التشارت. كمان أنا عندي حد أقصى للخسارة، ما ينفعش تحت اي ظرف من الظروف اتخطاه. انا حاطط الحد الاقصى للخساره بتاعتي 10% وخسرتها، انا مش داخل خناقه، مش داخل انا اخد حقي من المجال. مفيش حاجه اسمها كده. خلاص انا عملت الدرو داون بتاعي وصل لل10% بتاعتي، ما ينفعش اكمل، هتداول في يوم تاني. لان انت هنا لو كملت تداول بيتخلق عندك شعور كده لا تلقائي اسمه الانتقام. شعور الانتقام ده مصيبة. ما ينفعش انت ما ينفعش يتملكك وانت بتتداول. لازم يكون عقلك هو اللي مسيطر في عملية التداول. لو مشاعرك سيطرت انت كده خسرت. فالمفروض تعمل ايه؟ اول ما توصل للستوب لوس اخرج. تمام. اصل في فرصة مش بتاعتك برضو خلاص. لان انت هتدخل الفرصة دي مش هتبص لها بعقلك، هتبص لها بدافع الانتقام، وهو ده اللي هيخسرك. فانت لازم تتجنب المشاعر. تمام بالظبط. عشان كده لازم يكون عندك، عشان كده قلت دايما بقول ايه، استراتيجية، وقت محدد، استراتيجية خالية من المشاعر. ما ينفعش انت مشاعرك تتحكم فيك. هو خوف، انتقام، زعل، فرح، فومو، هو كل ده هيكون موجود للأسف. يعني هو موجود. بس انا ازاي كمتداول اقدر ان انا اتحكم في مشاعري؟ هتقول لي استراتيجية، انا فاهم، بس اكيد عند اسلام حاجة مع الخبرة الطويلة طبعا، وانا اتعلمت منك كتير في حاجات كتير، بس اكيد انت يعني عندك حاجة مختلفة. بالظبط. اقول لك بقى ايه هي. لما اخسر اقعد اذاكر انا خسرت ليه. العلم هو اللي بيديك ثقة، هو اللي بيلغي حتة المشاعر. يعني انا اعرف انت راجل بتاع تسويق وشاطر جدا، صح؟ ينفع تفتح كامبين وما تحققش فيها تارجت وتكمل بمشاعرك؟ هتقعد تقرا، صح، عشان تاخد خبرة اكبر. هبص على ارقام والله، في السي بي ام هنا قد ايه، في هنا مش عارف ايه اللي حصل، ايه هو الناس لما دخلت قعدت وقت قد ايه، الكلام ده كله من الكامبين. اوكي ماشي خلاص، ولا هتكمل غلط، لا اعمل بقى استراتيجيه تانية. بالظبط. مش استراتيجيه اللي هو هتوقف الغلط اللي انت عملته وتقرا تشوف ايه الحاجه اللي كانت ناقصاك. فكل لما تزود في العلم كل ما بتزود من الثقه بتاعتك في اتخاذ القرار، صح. فبتزود من الخبره بتاعتك. فانت المفروض دلوقتي طبعا هو دلوقتي ممكن شخص مثلا من الناس اللي بيخسروا او بيتداولوا حاليا وخسران وعايز ان هو ينجح، هو قدامه هو ما فيش غير طريقين. يا يقعد يدرس بنفسه بقى ويقعد يذاكر ويجتهد ويعرف الخسائر دي خسرها ليه والمكاسب دي كسبها ليه، يا اما يلجأ لمنتور. والمنتور هنا هو للأسف في الوطن العربي احنا الحتة دي مفتقدينها شوية. هتلاقي بره في اوروبا وامريكا المنتور ده شيء اساسي، انا ما اقدرش اتحرك من غيره. ليه؟ علشان هو عنده خبرة فبيساعدني، ومش بيساعدني في اتخاذ ان هو بيقول لي ايه افتح صفقة كذا وبيع لا، هو بيساعدني ان انا اتجنب الاخطاء. زي بيزنس كوتشنج. انا في بيزنس كوتشنج غير البيزنس كونسلتيشن. انا في بيزنس كوتشنج انا بقول لك، مش بقول لك نصايح، بقول لك تعملها ازاي، تشوف الرقم ده ازاي، تبص على السايت دي ازاي، تفكر في ده ازاي، بس ما اقولكش على فكرة انت لازم تعمل كذا. ايوه دي مهم جدا. اللي هو ايه، انت لازم تدخل الصفقه دي، انت لازم تدخل تبيع، انت لازم تدخل تشتري. لا انا مش قصدي خالص ان هو يمشي ورا حد بيعمل الكلام ده كله. فانت لازم تشوف حد شاطر عنده اكسبيرينس يقدر ان انت تلجأ له، وده هيوفر عليك كتير. يعني انا مثلا في بدايه البيزنس بتاعي وفي بدايه التريدينج كنت باخد كورسات كتيره جدا وبلجأ لناس اوروبيين وامريكان عشان يساعدوني ازاي، مش توصيات. اللي هو مثلا ايه، انا النهارده دخلت الصفقه دي خسرت ليه؟ عشان عندك 1 2 3 4 10. انا كده عرفت انا خسرت ليه. طب انا كسبت وفي حته معينه انا فجاه كده كنت حاطط في بالي ان انا اكسب اكس، كسبت 2 اكس. طب هو انا ازاي ده حصل؟ فابتدي ارجع للمنتور او ارجع للكورس بتاعي او للكتاب بتاعي اللي انا او المصادر اللي انا بلجأ لها، فبتديني تاكيد على المعلومه دي
انا مثلا كسبت فعشان خاطر 1 2 3 4 فكده خلاص دي بقت عندي في الهيستوري، بقت دي الاكسبيرينس بتاعتي. خسرت اكيد مش هكرر نفس الغلط تاني. طب امتى بيكرر نفس الغلط؟ لما يكسب. المشكله هنا ان هو بيكرر نفس الغلط لما مفيش حد بيوجهه او هو يعرف سبب الخساره، صح؟ ما عرفش سبب الخساره فيكرر نفس الغلط مره واثنين وعشرة. باخد صفقه وبخسر ليه؟ عشان انت مش فاهم، عشان انت ما عندكش استراتيجيه واضحه وصريحه. يعني تقبل رقم واحد كده، احنا نقول تقبل الخساره قبل ما اكسب، وان انت ترجع في اوقات الخساره او اوقات المكسب للعلم، ان انت تتعلم هو انت ليه كسبت وليه خسرت، عشان خاطر تعلي زي ما بيقولوا كده ايه التشانسز بتاعتك او الفرص بتاعتك ان انت تنجح في صفقات تانية. صح ولا غلط؟ بالظبط. هو الخساره جزء من المكسب. يعني هو مش بتتجنب الخساره بشكل كبير. انت بتحاول على قد ما تقدر تقلل الخسائر، بس انت في النهايه هتخسر. ودي لازم تبقى عقليه المتداول، اللي هو ايه، انا داخل في صفقات هكسبها وفي صفقات هخسرها. انا هدفي ايه بقى؟ ان المكسب بتاعي يكون اكبر ايه من الخسائر بتاعتي. انا اديتك مثال حلو جدا، قلت لك ايه، انا خسرت 60% من الصفقات، بس مع الريسك مانجمنت بتاعي ال 40% كانوا عاملين اكتر من 60%. ليه؟ عشان انا كسبان من 1 ل3، 3 مكسب 1 خساره، فواحد في 6 ب6، 3 في 4 ب12، يبقى انا كده كسبان 60% من راس مالي. طيب ماستر تتعلم ازاي؟ بص، هو ماسترت يعني معموله بشكل مختلف عن اي اكاديميه موجوده. تمام. يعني احنا مش بندي الناس التوصيات، مش بقعد اقول للناس اشتري هنا وبيع هنا والكلام ده كله. انا بدخل اعلم الناس ازاي يدخل يقرا التشارت ويحدد مناطق الدخول والخروج بنفسه. مش باجي اقول له انت المفروض تشتري هنا، المفروض تبيع هنا، لا، بوضح الحاجات اللي هو محتاجها، اللي هو محتاج يعرفها عشان يدخل سوق زي سوق الفوركس او سوق الاسهم مثلا. فانت عشان تدخل سوق زي ده في اساسيات كتيره جدا انت محتاجها. انا بديله الاساسيات دي، اعرفه بقى ازاي بقى يقدر ايه هو التحليل الفني، ايه هو التحليل الاساسي، ازاي اصلا تضيف الادوات دي للاستراتيجيه بتاعتك او الادوات التحليل بتاعتك تكون عامله ازاي. فالحاجات دي كلها بتساعده هو في اتخاذ القرار. مش بدخل انا اديله القرار. طب هل بيبقى فيه تحليلات من عندنا؟ ده طبيعي بيحصل، لان احنا بنشتغل طول اليوم. يعني انا مثلا ممكن اشارك تحليل من بتاعي بس مش توصيه، تحليل. انا والله شايف ان الذهب ترند، الترند بتاعه صاعد، ودي الارقام اللي احنا ممكن نخلي بالنا منها يا جماعه في الدعم والمقاومه. بس هل دي نقط نشتري ونبيع عندها؟ دي انت صاحب القرار فيها بناء على ايه بقى؟ على كل اللي انت اتعلمته. فميزه ماسترت او الحاجه اللي انا بقدمها في ماسترت ان الشخص بيبقى فاهم كل كبيره وصغيره في المجال. فلما بيجي ياخد صفقه بيبقى عارف هو واخدها ليه، ولما بيخسر هو عارف هو خسر ليه. وخلي بالك دي نقطه، يعني دي اكبر حاجه، يعني دي اهم حاجه في التداول. الناس كلها للاسف اللي بيخسر هو مش عارف خسر ليه. تخيل كده انت لا قدر الله خسرت وعارف انت خسرت ليه وعارف انت غلطت في ايه. ده منين بقى؟ من الكورسات اللي انت خدتها ومن التوجيهات اللي احنا وجهناها مع بعض، الحاجات اللي احنا فهمناها مع بعض. فماسترت هنا مش مجرد بس ان انت بتتعلم، لا، انت بتبقى عباره عن بلو برينت كده لخطه التداول بتاعتك. انا النهارده المفروض اعمل كذا، بكره المفروض اتعلم كذا، بعده المفروض اتعلم كذا، امتى اعمل كومباين بين التول دي والتول دي، امتى استخدم التول دي، امتى ما استخدمش دي، التايم فريم، امتى استخدم انديكيتور معين مع تايم فريم كبير وامتى استخدمه مع تايم فريم صغير، وامتى اعمل تحليل لتايم فريم. يعني الحته دي مهمه جدا وانا بشرحها بشكل كبير جدا، اللي هو دايما حلل على تايم فريم كبير. بعد كده داي مثلا، تمام، فانت حللت على الداي عشان تشوف الصوره الكامله للسوق. بعد كده انزل ل4 ساعات، ساعه دي لو انت ايه داي تريدر بقى، اللي انت بقى تداول النهارده بقى، تمام. بس عندك الاتجاه العام عامل ازاي، النقط الدعم والمقاومه الكبيره شكلها عامل ازاي، فانت بقى عندك تصور كبير جدا للسوق. هي دي اهم نقطه. طب معلش، هو اللي هو الشارت، فكره ال1 داي وال1 اور وال4 اورز والحاجات دي تنفع برضه في كل الاسواق ما عدا الكريبتو؟ يعني الكريبتو مش يعني الكريبتو من الاخر كده. يعني انت بالنسبه لك اولا تاني، انا مش بنصح اي حد يخش كريبتو بعد اذنكم. تستثمريش في الكريبتو. الكريبتو فيه فولاتيليتي عاليه جدا، في نصب كتير جدا، ممكن تخسر فلوسك جدا. فانا استاذنكم لو انتوا بتتفرجوا على الحلقه دي عشان خاطر عايزين تخشوا كريبتو، ما تعملوش كده بليز، تمام.
فانا خلاص انا كده متخيل ان الكريبتو هو بره الموضوع. خلاص حلو جدا. احنا بنتكلم في الفوركس وبنتكلم في الاسهم. تمام. لا صح طبعا ماشي صح. طيب في حاجه برضو انا بفكر فيها في الفتره اللي فاتت، في خلال كام سنه اللي فاتوا ظهر ثاندر عندنا في مصر، وده سهل الدنيا اكتر للناس تقدر تخش تتداول في البورصه المصريه. تمام حلو جدا. انا في حاجه ما اعرفش انا صح ولا غلط، وانت اكيد انت راجل خبير فيها اكتر، ما اعرفش انت تتداول في السوق المحلي ولا لا، بس انا شايف ان السوق المحلي بقى الاشاعات هي العامل الاساسي، مش التحليل الزمني ولا التحليل الموجي ولا تحليل الكلام ده كله. يعني احنا مع اسعار التضخم، مع اصل شركه ابو قير استحوذت على شركه مش عارف ايه، اصل السي او مشي، اصل السي او قعد، السهم بيطلع وينزل. بالظبط. انت هنا المفروض يعني تدرس المؤشر العام للبورصه المصريه نفسه او البورصه اللي انت داخل فيها، لازم تشوف المؤشر العام بتاعها. بعد كده عندك كذا قطاع في الموضوع متفرع فيه حاجات كتيره جدا، في عندك كذا قطاع، فانت بتختار قطاع معين ما بيتاثرش بالشكل بالاشاعات بشكل كبير. يعني خلي بالك في شركات صغيره كتير جدا بيطلع اشاعات طبعا عشان خاطر الاسهم ترتفع والاسهم تنزل عشان حد يشتريها والكلام ده كله. فلما تيجي تتداول في البورصه بالذات، والكلام ده على فكره مش في البورصه المصريه بس، ده في اي بورصه في العالم بيحصل الكلام ده. يعني اعتقد انت شفت فيلم وولف اوف وول ستريت. اكيد طبعا. فهو كان بيبيع برضو الشركات الصغيره بالظبط اللي هي الخسرانه. كان بيعمل ايه؟ اشاعات، بيع الشركات الصغيره ياخد نسبه وهكذا. فالكلام ده مش في البورصه المحليه بس، ده في البورصه العالميه كمان. مش بس انت هنا بتقول لي حاجه تانية خالص بقى، ده انت بتقول لي ان الشركه، ان البورصه المصريه دي يعتبر صفر على الشمال، لا مؤاخذه يعني، لا مؤاخذه. لا خالص، مش قصدي كده خالص. انا بقول لك ان ده بيحصل في كل البورصات العالميه. تمام. بص انا مش قصدي كده، لا بص مش قصدي، انا قصدي ان حجم السوق او المؤشر العام للسوق في البورصه المصريه صغير جدا compared للعمله الصعبه. يعني باختصار حجم السوق، حجم البورصه المصريه قد ايه انا ما اعرفش بالظبط، بس هتلاقوا في التكست هنا حجم البورصه المصريه قد ايه. كومبير مثلا ده ببورصه زي بورصه الامارات، زي بورصه السعوديه، زي بورصه امريكا، زي الكلام ده كله، هتلاقي ان في تفاوت مش طبيعي في الكلام ده. بص هو يعني التلاعب فيها سهل هنا في مصر. هو طبعا يعني استقرار السوق وبسبب التضخم ده بيأثر بشكل مباشر على البورصة طبعا. فكل ما يكون السوق مستقر أكتر وكل ما يكون في سياسات نقدية قوية من المركزي، ده بيساعد على فرصة نجاح أي حد في البورصة. تمام. فطبعا التقلبات اللي موجودة في الفترة الأخيرة مع التضخم الكبير جدا، مع سعر الصرف، كل ده بيأثر بشكل مباشر على البورصة. لكن ده ما يمنعش ان في ناس بتقدر تعمل ارباح في ظل الظروف دي. أكيد طبعا. يعني بص، مفيش سوق ما فيهوش ارباح. كل الاسواق، حتى سوق الكريبتو المتقلب ده، في ناس بتعرف تستغل التقلبات دي لصالحها. تمام. فانت بقى لو عايز تدخل السوق المصري لازم تدرسه بشكل مختلف شوية، اللي هو بقى ايه، تبقى عارف بقى التضخم، عارف سعر الصرف، عارف متابع دايما الاجتماعات بتاعه المركزي المصري، متابع دايما الاخبار بتاعه البورصه المصريه، المؤشر العام بتاعها، متابع دايما القطاعات، كل سواء بقى القطاع ده قطاع منتجات او قطاع خدمي. الكلام ده كله بيفرق في طريقتك انت داخل البورصه، عشان خاطر تعرف تدخل باحسن او تطلع باحسن نتيجه ممكنه من البورصه المصريه. لازم تكون مذاكرها بشكل مختلف شويه. يعني طبعا انا مش عارف اوضح بشكل كبير قوي في البودكاست، لان هو محتاج يعني نقعد نتكلم فيه، نسرد بقى الموضوع ده بشكل كبير جدا، ايه العوامل اللي هتاثر بشكل كبير جدا على تغير السوق. لكن اكيد في عوامل مختلفه عن العوامل العالميه انت لازم تدرسها. طب لو انا مثلا عايز سوق مستقر، ان عندك الاسواق العالميه اسواق يعني مستقره الى حد ما، مع العلم في تقلبات كبيره جدا هناك دلوقتي. تمام. بس يعني ايه، كل ما كان السوق ده سوق كبير وسوق معروف وسوق مستقر شويه، ده بيساعدك في التلاعب. بالظبط كده. يعني انا سمعت خبر مثلا من فتره ان وارن بوفيت ده راح باع مش عارف قيمه اسهم حوالي بتاع 90 و 80 مليار دولار لابل، والسوق اتحرك. بالظبط. الحركه دي لو حصلت مثلا في سوق زي الكريبتو مثلا، عشان هو سوق مستقر. بالظبط. عشان هو سوق مستقر في سياسات نقديه قويه جدا واخدها الفدرالي الامريكي طبعا. وكمان الحركه بتاعت رفع الفايده اللي هو عملها على مدار السنتين اللي فاتوا، ده ساعد بشكل كبير جدا على ان
الدولارات يتم سحبها من الهوت ماركتس او اللي هي الاسواق الناميه ويتم ضخها في السوق الامريكي، فده ساعد شويه في الاستقرار هناك. تمام. مع العلم لسه هم انا ضد السياسات دي والله بقى. كل بص حد انا مفيش قطاع، معلش ما احترمش دي لكل القطاع البنكي، بس انا مفيش قطاع بيخش فيه فلوس في البنك في اي دوله في العالم الا لما بيبقى فيه خراب. يعني اكتر، بص اليابان نديك مثال شويه. اليابان عندها الانترست عامله ازاي؟ بالماينس. طبعا. تمام. يعني ايه بالماينس يا جماعه؟ يعني الموضوع باختصار شديد، انت بتخش اليابان تاخد قرض بترجعه ناقص. يعني هتاخد $100 مثلا او 100 ين. اتغير دلوقتي الموضوع ده، انا عارف بقى 0.1 دلوقتي. جاي لك. اليابان بقى لهم قد ايه ما حصلش عندهم تضخم واستقرار تام في الاسعار؟ عشان هم عندهم سياسه نقديه مختلفه. ماشي، هو السياسه النقديه ما تاني السوق لازم يكون منتج. الصين، لو انا هتكلم برضه الصين برضه السياسات النقديه بتاعت البنوك مش متحكمه كبيره جدا في الانتاجيه ولا الكلام ده كله. هم تركيزهم دايما على البرودكتيفيتي، وان انا اصدر وان انا اعمل وان انا ده اهم حاجه. مش مهم يا عم انا الايوان عندي ولا الريمان بكام قصاد الدولار، المهم ان انت يلا في تداول ما بيننا. يا عم انت عايزه بكام؟ عايزه ب5، ماشي مفيش مشكله. بس خلي بالك يعني الاسواق اللي انت بتتكلم عليها زي السوق الصيني او السوق الياباني، الاسواق دي اسواق قويه جدا بتعتمد بشكل اساسي على الانتاجيه بتاعتها وعلى الاقتصاد بتاعها بشكل قوي جدا. لكن امريكا هي اكتر بلد في العالم مديونه. يعني لو جيت تقول لي للاسف، بس كل المشكله عارف ايه؟ ان كل مره بتحصل ازمه اقتصاديه عالميه السورس فين؟ امريكا. ايوه طبعا. يعني في 2008 اللي حصل في امريكا، يعني انا فاكر قبل كده في مثال حد قاله يعني ازاي نصحى الصبح في قاعه قاريه ضربت في امريكا، شركه في يو كي بتفلس، ناس في عمال في اوكرانيا بتمشي من الشغل. فانت متخيل ان برضو تاني امريكا مهما كانت مجنونه بس هي سياساتها غلط، اقتصادياتها غلط، اتجاهاتها غلط. انا بالنسبه لي انا ده وجهه نظري، ممكن تكون مختلف تماما. لا بص انا متفق معاك، بس هم عندهم ميزه للاسف، يعني هو بيستغلوها لصالحهم. يعني الدولار هو العمله الاساسيه اللي العالم كله بيتعامل بيها. تمام. وبما انهم هم مديونين بالدولار فهم بيطبعوا دولار. لسه كنت اقول يعني انت لو بصيت على فتره كورونا هم طبعوا دولارات اكتر من اللي طبعوها في تاريخهم. صح. فده اللي حصل تضخم بشكل كبير جدا واثر على العالم كله، لان هم في النهايه ايه؟ عليهم فلوس، هيدفعوها ازاي؟ اطبع وادفع. تمام. فهم ما عندهمش مشكله في حته الديون. يعني لما تيجي تبص مثلا هي تقول مثلا اصل مش عارف لبنان مديونه وفلست، مصر مديونه، مش عارف الارجنتين، تبص امريكا اكتر دوله في العالم مديونه. تمام. بس هم اصحاب الدولار. فهي دي النقطه اللي احنا مش عارفين نخرج منها. عشان كده دلوقتي في سياسات جديده زي بريكس مثلا عشان خاطر يخرجوا بره الدولار. وده يعني اللي بتحاربه امريكا، بتحارب امريكا بكل جوانحها وكل، لان ساعتها هي هتتعرى. خلاص الحركه اللي هي بتعملها دايما دي مش هتعرف تعملها تاني. لان زمان كان الدولار ده ليه غطاء نقدي اللي هو الذهب، لكن دلوقتي خلاص ما بقاش فيه، ده بقى براحتهم. فهو ده اللي وصلنا للمرحله دي للاسف. تعرف اكتر حاجه عجباني فيك ان انت مش بس راجل متداول او راجل انتربرنور، لا انت كمان ملم بالاحوال الاقتصاديه، وده بيساعدك كتير ان انت تقدر تلم ده عندك في حته السوق، عندك رؤيه كده بدات تتنمى يعني مع الوقت. يعني عشان هو ده الاساس، الاقتصاد. صح. الاقتصاد هو كل حاجه. يعني انا بعد ما قريت كتير جدا اكتشفت ان في النهايه هو انت لو فهمت اقتصاد بشكل صح انت عرفت الدنيا دي ماشيه ازاي، مش بس التداول، الدنيا كلها ماشيه ازاي. يعني ممكن نقعد نتكلم دلوقتي على قرارات اقتصاديه جديده امريكا هتاخدها ضد الصين. ده يعني شوف احنا بنتكلم النهارده عن التريدنج، ده هيفيد الناس اللي بتشتغل اي كوميرس في اسواق تانية. تمام. لان هم طبعا مش عايز اتكلم فيها في حلقه زي دي، بس هم هيفرضوا ضريبه مثلا على المنتجات الصينيه، فالمنتجات الصينيه اللي بالمليار دي هتروح فين؟ لاسواق تانية. فلما تروح للاسواق التانية فدي هتساعد الناس انها تاخد المنتجات دي بسعر اقل عشان امريكا تعوض الخساره، عشان الصين تعوض الخساره بتاعت السوق الامريكي. فشوف حته زي دي تخليني لا ابص انا كنت سمعت ترامب كان بيقول كده في البودكاست بتاع جو روجن، يعني بالظبط هو خلاص عايز يفرض ضريبه كبيره على المنتجات اللي متصنعه 100%. فالاقتصاد طول ما انت بتقرا اقتصاد ده بيعرفك العالم ده بيدار ازاي، بيعرفك انت ممكن تشتري ايه وتبيع ايه، امتى تخلي فلوسك عمله محليه، امتى تخليها عمله اجنبيه، امتى تخليها
ذهب، امتى تخليها اسهم. لان فكره التداول عموما هي قايمه مينلي على الايكونوميك. الاقتصاد عموما هو ده الاساس، لان كل التقارير اللي موجوده اللي بنيجي نقراها كلها عباره عن ايه؟ تقارير اقتصاديه. تضخم اقتصاد، فايده اقتصاد، بطاله اقتصاد، كل حاجه اقتصاد. فلو انت فهمت الاقتصاد بشكل كبير جدا فهمت التداول بشكل اكبر، وفهمت كل حاجه. بس الرؤيه الواسعه، يعني الحقيقه دايما في التداول مش جوه التشارت، الحقيقه بره اكبر. بالظبط. هو الناس فاكره ان هي التشارت، هي لا. مش التشارت، هي بره التشارت. يعني التداول هو بره التشارت. وانا هتداول دلوقتي على اليورو قصاد الدولار، فانا هبص على امريكا واوروبا وضعهم عامل ازاي. يعني احنا مثلا نبص مثلا على اليورو، ليه سعره قل لغايه لما وصل لمرحله اقل من سعر الدولار؟ ليه؟ بسبب الحرب، صح، بسبب الاقتصاد، بسبب التدهور اللي بيحصل عندهم، مع ارتفاع الدولار والسياسات النقديه، وخروج بريطانيا برضو من الاتحاد الاوروبي اثر بشكل كبير. مليون في المية. فالحاجات دي كلها بتأثر بشكل كبير جدا على التداول وعلى على كل حاجة. فانت بقى هنتكلم بقى عن التداول بشكل تفصيلي، واحنا بنتكلم النهارده عن التداول بس، فانت لازم تكون ملم بكل ده. الناس فاكره بقى ان انا هخش احلل مش عارف ايه واخد خبر منين واخد صفقه منين. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. مثال حلو اللي انت قلته من شويه، موضوع اليابان. يعني في اصلا حاجه اسمها كاري تريد. ايه الكاري تريد ده؟ ان الناس بتروح تاخد قروض من اليابان وتحولها تحطها فين؟ في السوق الامريكي. ليه؟ عشان ياخد فايده. فلما الفيدرالي الامريكي يقعد يرفع في الفايده مع ثبات الفايده بتاعه اليابان واللي هي اقل، اللي هي بالماينس زي ما قلت، فده يخلي الناس ايه، لا طب ما اروح اخد قرض من هنا واحطه هنا. فانت لما تيجي تبص مثلا في حاجه اسمها سواب في. سواب في ده اللي هو انت بتاخد فايده لو انت واخد ايه، باي يو اس دي جي بي واي، وهتدفع فايده لو انت عامل سيل. تمام كده. فطبعا احنا هنا في المجتمع الاسلامي بناخد حسابات اسلاميه فبندفعش اصلا السواب في ده. بس في ناس بتستفيد من الحته دي في امريكا واوروبا وفي السوق الاسيوي. تمام. فانت تيجي هنا انت بقى شخص فاهم اقتصاد وعارف كويس جدا الحركه دي، هتعمل ايه؟ لونج يو اس دي جي بي واي، تلاقي فرق كام نقطه؟ 3500 نقطه. 3500 نقطه في اقل من سنه. من ساعه لما بدا الفدرالي الامريكي يرفع الفايده بعد حرب روسيا واوكرانيا لغايه نهايه 2022. شكرا. هي صفقه العمر دي بالظبط. خدها ترتاح بعد كده. طيب انا مبسوط جدا ان انت كنت معانا النهارده. انا متاكد ان الحلقه دي هتكون مرجع لاي حد بيفكر في التداول او يخش المجال نفسه، ومرجع عنك انت شخصيا متاكد ان هم هيستفيدوا. طيب الكورسات بتاعت ماسترت، هل هي كورسات مسجله موجوده، ولا انت بتعمل كورسات كل فتره، ولا انت بتعمل ايه بالظبط؟ واول حاجه انا بشكرك طبعا على البودكاست الهايل ده، وانا مبسوط ان انا كنت موجود معاك النهارده، واتمنى كمان الناس تكون اتبسطت كمان بالحلقه دي. بص، هو الكورس اللي انا بعمله عباره عن حاجتين. هو حاجه مسجله والناس يدخل يشوف كل الحاجات المسجله دي، وبعد كده في اونلاين ويبينارز. الويبينارز دي ان انت تحط اللينك في الديسكريبشن عندنا. اتس اوكي عادي يعني، لو اي حد حابب يتواصل معنا مفيش اي مشكله. تمام. فالويبينار ده بقى هو اللي بيبراكتس فيه. فهو عباره عن ميكس ما بين الاكاديميك كورسز والبراكتسنج. فالبراكتسنج ده بيكون مع بعض لايف، ندخل بقى نشوف الماركت، نحلل مع بعض، اجاوب على الاسئله للناس. مثلا واحد دخل درس تول من التولز ومش فاهمها بشكل كبير قوي، فنبتدي نتناقش في الموضوع ده بشكل اكبر في الايه، في اللايف سيشنز. بس كده. طيب يعني شكرا جدا يا اسلام. شكرا ليك، وانا اكتر والله. ميرسي جدا ليك. ودي كانت حلقه النهارده من بيزنس وذ مو بودكاست. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك، لو انت مش مشترك في القناه اعمل سبسكرايب، لو بتسمعنا على سبوتيفاي اعمل 5 ستار ريفيو، لو عندك اي كومنت ليا او للضيف يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات، لو عايزين نتكلم في حاجه في الفتره اللي جايه اكتبوا لنا برضه في الكومنتات. شكرا جدا واستنونا الحلقات الجايه.